اهلا بك يا عزيزي الكينج. صحيح غبت بس العوده باعلى جوده. لا بجد يا زميلي العوده مش عاديه، حاجه عالميه، قصه اسطوريه، اثاره، اكشن، مغامره مصريه. اهم حاجه يا زميلي تركز معايا لان الليله النهارده مش عاديه. ودلوقتي جاهز ثبت فشارك واستعد للقصه. وبتبدا الحلقه الاولى من المسلسل بمتحف الاثار المصري ده. ايوه يا زميلي ما تستغربش، المسلسل كله على الفراعنه اصلا. المهم يعني ان بيظهر شخص اسمه رمسيس بيدور على حاجه، بس المهم دي بتتحرك هو بتقول له على فين يا حلو. التخبيط ما بينهم بيبدا وحارس الامن بيحس بحاجه غريبه. من ناحيه ثانيه رمسيس بيكون عامل اداء هايل والواد ده مستدد معاه بجنيه. ومره واحده الحارس بيوصل وبيشوف الموميا دي. الموميا بتخوفه وتقريبا كده بتقتله. وبعدها بنشوف ليو بيقول ازيكم يا شباب، تعالوا اعرفكم بنفسي، انا اسمي ليو، بحب الدراسه جدا بس مش اكتر من كره السله يعني. صاحبه بيقول له ما تخلص يا عم. ومره واحده بيجي الواد المغرور ده هو بيقول له انت بتعمل ايه يا فاشل، عمرك ما هتعرف تلعب كره سله زي العبد الله، حتى بص الحركه دي سمعنا حاجه انت بقى عمهم. ليو بيكون خايف بس كاي بتيجي تلحقه. وليو بيقول له عارف يالا البت كاي دي لحقتك مني، اقول لك على حاجه، بص على الحركه دي يا زميلي، وي هوب. صاحبه بيقول له جدع حلتها، بص عربيه المدرب. بقى اصحابه بيقولوا له مش هتروح المتحف النهارده، فبيقول لهم اشوف. الكتب بتاعته بتقع وكاي بتشوف رسمه فرعون في الكتاب بتاعه. ليو بيقول لها ده اسمه ابس وده من الاسياد المصريين. وبعدها بيرجع على بيته وهو بيشوف اخواته الصغيرين وهم بيتخانقوا على الريموت. امه بتنادي عليه، هو بتقول له روح اشتري الطلبات من السوق يالا. فبيقول لها يا ستي هو مفيش غيري في البيت ده. اخواته بييجوا يهزروا معاه والهزار بيقلب بشنكله على الارض. امه بتجيله وهو بتقول له يا كلب البحر اللي مخليك ماسك الفازه بتاع الجدي، انت عارف انها قديمه وانا بحبها. فبيقوم يزعل اخواته وهو بيقول لهم انا اللي هختار القناه اللي هتشتغل على التلفزيون. ولما بيشغل التلفزيون بيشوف الاخبار بتتكلم عن اللي حصل في المتحف امبارح. وساعتها بينصدم لانه المفروض كان رايح المتحف بكره. اخوه بيقول له تعالى اوريك صندوق اللعب بتاعنا. بيطلع الاوضه يوري له الصندوق ومن وسط الحاجات بتخرج الكوره دي، لا وكمان بتخرج ساعه فرعونيه. ليو بيفرح وبيقول لاخونا جدي اداني السوار ده زمان. ايوه يا زميلي هو اسمه سوار. المهم يعني ان جد ليو قال له ما تقلقش السوار ده من ايدك ابدا. امه بتجيله وهو بتقول له انا ابوك خارجين بكره سوا وهنسيبك هنا مع اخواتك. فبيقول لها يا ست هو مفيش غيري. وبعدها بيروح على المتحف وبنشوف الاستاذ رمسيس وهو مراقبه. ليو بيسيب المجموعه اللي ماشي معاها وبيروح للمكان اللي الفرعون هجم عليه، وده لانه عاوز يشوف الاثار المصريه. وبيكون متفاجئ من كل حاجه حواليه. ومره واحده رمسيس بيجيله وليو بيقول له انا اسف ما كنتش اقصد ادخل هنا. فبيقول له يا ابني ما تتاسفش، اي حد بيحب الاثار ممكن يعمل زيك كده، وعلى فكره انا باحث وخبير في الحفريات، بس انت جبت السوار ده منين؟ بقول لك ايه ما تجيب اشوفه. فبيقول له شوفك عفريت وانت بتستحمى بعيد. بيقول له استنى يا ليو. ليو بينصدم وبيقول له انت عرفت اسمي ازاي؟ رمسيس مش بيرد وليو بيخرج على بره بسرعه. وبعدها بنشوف المملكه الذهبيه، المملكه اللي موقفه كل هالفوت عند حده، مملكه ايجيكسس، وده يبقى حاكم المملكه كيفر. رجالته بتبلغوا انهم لقوا الفرعون الصغير وساعتها بيفرح جدا. وبالليل ليو بيقعد في البيت مع اخواته وابوه وامه بيسيبوهم وبيمشوا. ومره واحده نوبي بيحضر وبيراقبه. رمسيس بيقول له على فين يا زميل، انت فاكر اني هسيبك تاذيه؟ فبيقول له انا ما رضيتش اقتلك في المتحف يوميها. بيقول له ايه اللي منعك، ما احنا فيها اهو. الاثنين بيهجموا على بعض بس هي واحده من رمسيس بيركن نوبي. وفي وسط المعركه السيار بتاع ليو بينور. ليو بيقول ايه ده، الاثنين دول بيضربوا بعض والسيار بيحصل له حاجات غريبه. من ناحيه ثانيه نوبي بيكلبش رمسيس وبيروح على ليو. بيقول له كنا بندور على السيار اللي في ايدك ده من زمان، هاته بقى يا عم الحلو. رمسيس بيحضر وبيقول له نزل ايدك عنه يلا. ليو بيقول له انت بتعمل هنا يا استاذ؟ الفازه بتاع الجد بتكون هتقع ولكنه بيلحقها في اخر لحظه. بيطلع يستخبى في الاوضه بتاعته ومره واحده الكره اللي شفناها الصبح بتطلع من تحت السرير وبتنور، بتدخل جوه السوار وساعتها بيحصل حاجات غريبه. نوبي بيقول له دي عين راع. ليو بيخبطه بالكوره بس الخبطه بتكون فولاذيه. رمسيس بيقول له عاش عليك يا احب اعرفك بنفسك، انت الفرعون الاخير، عندك قوه مش عند اي انسان. بيقول له عم انت هتقرفني غور من هنا. ومره واحده نوبي بيظهر له هو بيقول له صاحبك كان عنده حق، بيكون هيهجم عليه وليو بيعمل الحركه دي غصب عنه وبيختفي من المكان. ولما بيختفي بيروح عالم ايجيكسس، بيكون متفاجئ بكل اللي حواليه هو مش فاهم اي حاجه. بيروح على المملكه الذهبيه لكن الاعصار ده بيطارده. ليو بيقول له يا عم انت عايز من امي ايه؟ الاعصار بيختفي لكن الكائن ده بيظهر. كائن ايه ده، كام واحد دول؟ ليو بيحاول يهرب بقدر الامكان وبيستعمل السور بتاعه عشان يخلص من الكائن ده. بيتفاجئ من اللي عمله وبيقول ايه الحلاوه دي كلها، بس اكيد انا بحلم. طب انا هغمض عيني واكيد لما افتحها الاقي نفسي في السرير. ومره واحده بيحضر نوبي وبيقول له عبيط اللي بيحصل لك ده بجد مش حلو. بياخده معاه هو بيقول له مرحب بك في مملكه ايجيكسس. وبنشوف اكساتون زعيم مملكه ايجيكسس المظلمه بيقول لرجالته هاتوا اللي اسمه ليو ده، عاوز انا اللي ارحب باخر الفراعنه. وبتبدا الحلقه الثانيه من المسلسل بكل اللي حصل مع ليو في البيت. بيكون خايف جدا ومره واحده الارض بتنشق وبتبلعه. بينزل تاني في مملكه ايجيكسس وبيحصل له نفس اللي حصل له في الاول. بيفوق من الحلم وبيقول احمدك واشكر فضلك يا رب، كل ده كان حلم مش اكتر. ومره واحده بيتفاجئ انه في الزنزانه. بيفضل يخبط على الباب وبيقول خرجوني من هنا. الواد ده بيظهر له هو بيقول له من عينيا يا حبيبي بس انت قد الخروج. ليو بيرجع لورا هو بيتكلم مع السور وبيقول له رجعني البيت يا عم. الواد ده بيظهر له هو بيقول له تعالى معايا يا حبيبي. ليو بيكون مرعوب من المنظر اللي حواليه لانه عارف ومتاكد ان كل اللي حواليه ده بجد مش حلم ولا
حاجه. الواد ده بياخده وهو بيطلع في الاسانسير. هنمشي اسانسير يا زميلي. المهم انه بياخدوا لاكستون وبيقول له انحني قدام فرعون الجيش المظلم. يالا اكستون بيقول له اخرس ياض، هي دي معامله الضيوف برضه؟ وبعدين ده مش اي حد، ده الفرعون الاخير. اكتر حاجه هتجنني هي ان اشوف السوار القوي ده على ايد حته عيل ضعيف زيك. ليه بيقول له يا عم انت مين ومالك انت بالسوار بتاع جدي؟ فبيقول له انت عبيط ياض، ده سوار رع ابو شعب الايجيكسس. تعال اعرفك على مملكتي يا حبيب قلبي، دي المملكه المظلمه، هو قريب هتبقى اكبر مملكه هنا بعد ما اخد منك السوار. فبيقول له يا عم مالك انت ومال السوار؟ بيقول له يا غبي رع يبقى ابويا وحط كل قوته في السوار اللي معاك ده. فهمت بقى انا عاوزه ليه؟ كلنا عندنا سوار بس مش زي بتاعك، ودي عين رع هي قوه السوار الحقيقيه. الواد ده بيروح ياخد منه السوار غصب عنه، لكن اكستون بيقول له بس يا حبيبي ايه اللي انت بتعمله ده؟ السوار مش هيتقلع من ايده غير لما هو يطلب منه كده. ليو بيكون رافض، لكن اكستون بيقول له اشتري حياتك وارجع بيتك. فبيستسلم وبيخلي السوار يتقلع من ايده. اكستون بيقول له تسلم يا زميل، يلا ارجع على زنزانتك بقى انا لسه محتاجك. بيلبس السوار وبيروح ياخد عين رع. انما ليو فبيكون قاعد يكلم نفسه في الزنزانه. بيجيله فكره يخدع بيها الجنود وبينادي عليهم وبيقول لهم انا تعبان. الواد ده بيدخل له بس ليو بيقول له سلام انت بقى. بيطلع يجري في المملكه وعشان يهرب بيركب الاسانسير. الرجاله مش بتكون عايزه تسيبه في حاله ولكنه بيعرف يهرب منهم، وبيكون هدفه انه يوصل لزنزانه اكستون. وفعلا بيوصل لها وبيلاقيه متعصب لان السوار مش عاوز يشتغل معاه، وده لانه مش هيشتغل غير مع ليو بس. الجنود بتيجي تعرفه ان ليو هرب، فبيتعصب وبيقول لهم اقفلوا المداخل والمخارج ودوروا عليه. وبعد ما بيخرج ليو بيروح ياخد السوار. الجندي ده بيمسكه وبيقول له انت بتعمل ايه هنا يالا؟ فبيقول له كنت هسالك نفس السؤال وربنا. الواد بيهجم عليه وليو بيقول له انا مش عاوز اتخانق معاه. السوار بيطلع له درع يتحمى فيه وليو بيفرح وبيقول للواد ده غوري بص انا عارف انك مش هتصدقني بس وربنا ما انا اللي عملت كده، هو السوار اللي بيتعامل من نفسه. باقي الجنود بتحضر وساعتها ليو بيكسر لحيتها وبيخرج منها. بيحاول يهرب من المكان لكن اكستون بيقول له انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ طول ما انت مش معاك عين رع يبقى مش هتعرف ترجع بيتك تاني. الحجاره دي بتتكسر وليو بيقع، بس يقع ازاي وهو ينتمي للمملكه الذهبيه، واللي انقذه هو صاحبه هورس. ليو بيقول له سيبني يالا، فبيقول له اهدى شويه يا ليو، وعلى فكره في حد انت عارفه كويس مستنيه. بيوديه رمسيس وليو بيقول له انا ما شفتكش قبل كده يا عم انت. فبيقول له نسيت لما رميتني من الشباك ياض؟ احنا كلنا جنود الجيش الذهبي وكويس اننا وصلنا لك في الوقت المناسب. اكستون بيقول له ماشي يا عم البطل بس انت اللي هتحاسب. هو ورجالته بيبداوا يتحولوا وربنا يكفينا تحويله الشياطين قوه ايجيكسس. الحرب ما بينهم بتبدا والجيش الذهبي بيطحن ما بيعتق. اكستون بيروح لليو هو بيقول له شكل اصحابك نسيوك يالا. هو مره واحده بيحضر قائد الفراعنه الذهبيه كيفر. بيقول لليو المحارب الحقيقي ما بينساش صاحبه اللي محتاجه ابدا، قوه ايجيكسس. العالمي بيبدا يتحول وبيهجم على اكستون. بيقول لليو انا اسمي كيفر فرعون الجيش الذهبي، يا مرحب بيك في مملكتي. بيرجع تاني على المعركه والامانه هو وجيشه بيكونوا مسيطرين. رمسيس بيضرب نوبي هو بيقول له ما تهجم يا ولا فلاح تتشطر على العيال الصغيره. ليو بيقول له انا عندي 10 سنين يا عم انت، يعني مش عيل صغير ولا حاجه. في الوقت ده عين رع بتقع من اكستون وهو بتطير ناحيه ليو. ليو بيلفت من الصخور دي وهو راس بيروح يطمن عليه، ومره واحده الواد ده بيغدر بيه. ليو بيقول له انت جبان يالا لانك ضربته غدر. في كل لسه هيضربه لكن عين رع بترجع للسوار بتاعه وبتطيره. كيفر بيقول له ارجع على بيتك بسرعه يا ليو. ليو بيبص على جنود المملكه الذهبيه هو بيلاقيهم مفرومين. بيقول المحارب الحقيقي ما بينساش صاحبه اللي محتاجه ابدا، قوه ايجيكسس. الفرعون الاخير بيحضر واللي عامل راجل يحذر، لا مش جاي في تهويش، رايح حد ما تزهقنيش. كيفر بيواجه اكستون هو بيقول له ما فضلش غير انا وانت يا اخويا، استسلم بقى. ايوه يا زميلي هما الاثنين اخوات. المهم يعني ان ليو بيلف السهم ده على الواد واضرب يا فخري. بيكسبوا الحرب زي كل مره. هو بيقول له ليو عاش عليه وافتكر ان طول ما انت لابس السوار ده هتبقى واحد مننا وتقدر تيجي المملكه وقت ما انت عايز. كيفر بيقول لهم يلا بينا يا رجاله، لسه المعركه النهائيه مع المملكه المظلمه ما جاتش. ليو بيودعهم وبيرجع تاني على بيته. لما بيوصل بيتحول تاني هو مش بيكون مصدق نفسه انه رجع البيت. بيحاول ينظف البيت قبل ما ابوه وامه يوصلوا بس بعد ايه يا فخري. وبتبدا الحلقه الثالثه من المسلسل بعمال البنك دول وهم بيحملوا الفلوس في العربيه عشان يروحوا يحطوها في مكان الاي تي ام. العربيه دي بتكون مراقباهم ومش محتاجه اقول يعني انهم حراميه. وبنشوف الوحش ليو بيكون معاه الكلب ده وبيقول له بالذمه لو حد ضايقني دلوقتي انت هتعرف تعمل معاه حاجه. فبيقول له يا عم ما تدقش. الوقت ده الحراميه بيثبتوا عربيه البنك وبيفجروا الباب بتاعها. بيسيطروا على العربيه بالكامل وبياخدوها وبيهربوا. واحد من الموظفين بيبلغ الشرطه وفي الوقت ده الكلب بيسيب ليو وبيروح ورا واحد معاه اكل. الناحيه الثانيه الشرطه بتكون عماله تطارد في العصابه وليو بيدور على الكلب بتاعه. بيلاقي الكلب والعربيه بتكون هتخبطه. بيحضنه وبيكلبش ايده وهوبا بيطلع درع بيطير العربيه من مكانها وبينزلها على عربيه اخينا ده. الحراميه بيتعصبوا على ليو ومره واحده شنطه الفلوس بيطلع منها حاجات غريبه. ليو مش بيكون فاهم حاجه، هو بيقول اكيد دي لعنه ايجيكسس. بيمشوا من المكان والشرطه بتوصل وبتلاقي المجرمين متعلقين بالشكل ده. على بالليل ليو بيكون قاعد يلعب وبيتكلم مع السوار واخوه بيجي له بيقول له انزل اقعد معانا شويه. بينزل يقعد معاهم تحت وابوه بيقول له ايه ده هو انت لبست السوار؟ طب ما قريتش كتاب التعليمات بتاعه؟ وطبعا الراجل مش بيكون عارف السوار ده بيعمل ايه. ليو بيطلع فوق وبيقول السوار ده ملوش كتاب تعليمات ولا حاجه بس انا عارف مين اللي هيفهمني كل حاجه فيه. بيروح على مملكه ايجيكسس وبيقول لا الشكل ده مش هينفع هنا. بيبدا يتحول لان لو اي حد شافه هيقول له سكلاتك امه. المهم ان البنت دي بتشوفه وبتفتكره محارب وجاي يهجم عليهم. بتتحول هي كمان
كمان هو بيكون اسمها نيتي، بس احنا هنقول عليها كايا اشيك برضه. من غير مقدمات بتهجم على ليو وهو مش بتديله فرصه يعرفها هو مين. الكل بيتجمع عليه وكايا بتقسم الارض بيه، بيقول لها يا بنت الله يخرب بيتك اهدي شويه. السوار بيمسك في البتاع ده وبيرميه على كايا. البت بتتعصب اكتر، وقبل ما تقتله كيفر بيوصل وبيقول لها عندي خليفه ده واحد مننا. بيتعرفوا على بعض وبعدها بيدخلوا المملكه وبيحكوا ليو ان ايجيكسس كانت مملكه اكبر من كده بكتير، بس الله يحرقه اكستون هجم عليهم ودمر المملكه. كيفر بيقول له على فكره الواد ده اخويا بس اختار طريق الشر، لا ده كمان هاجم البشر، ولما حاولت امنعه قرر يهاجمني انا كمان، والمعركه انتهت بهزيمته. وبالنسبه لابونا راع فده السوار بتاعه. وبعدها هورس بيروح لكايا وبيقول لها ملك يا بنتي في ايه؟ انت بقيتي عدوانيه قوي. فبتقول له على اخر الزمن سوار الملك راع يبقى في ايد حته عيل صعلوك من البشر. فبيقول لها على فكره الواد ده اكيد وراه حاجه وطمعان في كنز ايجيكسس، فانت لازم تتصرفي معاه. وبعدها ليو بيقعد مع اعضاء المجلس وبيتعرف عليهم كلهم. 3 دقايق وكايا بتوصل وبتقول لهم في لص في المدينه. كلهم بيتخضوا، لكن هورس بيعرف ان دي خطه من كايا. كايا بتروح للملكه نيفرتيتي، طبعا هي ما اسمهاش كده بس انا حابب ادلع الفراعنه شويه النهارده. المهم يعني بتقول لها الدبوس بتاعك اتسرق يا مولاتي، في حرامي وسطينا. كيفر بيقول له هو ممكن يكون اكستون هو اللي عملها قبل ما يهرب من المملكه، بس تعالوا نشوف بنفسنا. كلهم بيمشوا، لكن كايا بتوقع الدبوس عشان ليو ياخده، واول ما بيمسكوا الكل بيبص له. طبعا بيتهموه بالسرقه وهو مش بيكون عارف يدافع عن نفسه. كيفر بيقول له انا مصدقك يا ليو، بس المشكله ان قواعد المملكه بتقول ان اللي بيسرق لازم يتنفي، وانا مش قادر اثبت انك ما عملتش حاجه. كلهم بيقولوا له اكبر غلطه السيور عملها انه اختار واحد من البشر. طبعا زمانك بتقول يا زميلي ازاي هورس اللي انقذ ليو في الحلقه الثانيه هو اللي سخن كايا عليه وخلى كل ده يحصل. لا يا زميلي ده ما كانش هورس، ده كان الشيطان نوبي. وبعدها بنشوف ابيس وده هيعمل اختبارات لليو، ولو عدى منها يبقى صادق، ولو ما عداش يبقى الله يرحمه. وعلى فكره يا زميلي المشهد بتاع ابيس والاختبار ده هيتعمل منه لعبه واتسمت ايجيكسس. كل اللي كانوا بيسمعوا المسلسل وقت ما نزل كانوا يعرفوا اللعبه دي وبيلعبوها كمان، بس دلوقتي اختفت من على متجر بلاي. المهم ان ليو مش بيكون زعلان لان اخيرا جات له فرصه يختبر قدرات السوار بتاعه. ابيس بيقول له هتعين راعي حلو عشان ما تعرفش تهرب من عالمنا. برضك ليو مش بيتهاد. وفي الوقت ده كاي بتقول لهورس احنا قاسين على الواد ده، فبيقول لها قاسين على مين وانا مالي اصلا. بتقول له يا ابني مش انت اللي قلت لها لبسه تهمه سرقه؟ فبيقول لها احمس انا ما قلتلكيش حاجه. بيفهم اللي فيها بس مش بيقدر يلحق ليو لانه خلاص نزل تحت. طبعا بيقابل وحوش زي الفل ودول بيكونوا العقارب الحمراء. الواد بيحاول يهرب منهم بس العدد بيكون كبير. في الوقت ده بيكون كيفر اكتشف الحقيقه وطبعا بيكون عاوز يولع في كايا. كايا بتقول لهم انا هروح انقذ ليو بنفسي لان انا اللي وقعته في الورطه دي. كيفر بيقول لها يا بنتي استني، مش بتسمع له، فبيقرر يروح وراها لان المكان تحت خطير. وفعلا كايا بتنزل تحت وبتلاقي اخينا ده منفوخ، فبتشد اجزاء وبتضرب في النافوخ. ليو بيقول لها جاي تساعديني ولا تدفنيني هنا؟ فبتقول له ما خلاص بقى عمنا. العقرب ده بيهجم عليها وبعد ما بيوقعها بيحصل ليو بيروح خبطه في الحيطه، بيسحبهم زي الصراصير، ولكن بيوصل كيفر يا زميل بيطير على اول واحد وبيديله ضربه خلفيه بتنيمه. التاني بيعصلك معاه شويه لكن هي واحده من السوار بتركانه، بيدي واحده كمان من سيفه وبيفتح بيها السقف وبيخرجوا من المكان. طبعا الكل بيعتذر لليو وبيعترفوا بكفاءته، اولهم كايا. ليو بيقبل اعتذارها وبيقول لها ما حصلش حاجه كلنا بنغلط. بيروح ياخد عين راع وبيقول لنيفرتيتي ما تعرفيش اشتري منين دبوس زي ده؟ فبتقول له يا عم امسك حلال عليه. بيرجع البيت وبينزل تحت اللحافه قبل ما امه تشوفه، وبنرجع لكيفر اللي بيقول للملكه ايه اللي خلاكي تديله الدبوس ده هيغير في شكله. فبتقول له ما تقلقش الواد ده حكيم وجوه روح المحارب. ايوه يا بنتي بس حكيم ده مغني اصلا. المهم يا زميلي ان لو اي حد غير المحارب خد الدبوس ده فالدبوس هيتحول لخنفساء، والخلبوس ليه بيكون واخد الدبوس عشان يديه هديه لصاحبته، بس طبعا بيلاقي الخنفساء دي في وشه، وبدل ما البنت بترضيه بكلمتين حلوين طبعا بتشتمه. ابن حلال وتستاهلها يا اسطى. وتاني يوم الشخص الخبيث ده بيروح لاكستون وبيقول له ايه الجديد؟ فبيقول له الجديد هو المحارب ده. الواد بينصدم زي ما انت مصدوم كده بالظبط يا زميلي. وبعدها ليو بيرجع على مدرسته وبيشوف الواد اللي بيضايقه على طول. الواد بيحلو عليه وساعتها ليو بيتعصب وبيدغدغ له العجله وبيقول له عشان تحترم اللي اكبر منك بعد كده يا هاتيا. وطبعا انت مصدوم يا زميلي. لا واللي هيصدمك اكتر ان ليو بيدخل المدرسه من الباب التاني وبيكون خايف لانه اتاخر. بيدخل الفصل ومش بيلاقي الاستاذه، بيقول ياه الحمد لله ان الاستاذه الرخمه دي مش موجوده. الكل وشه بيتغير وده لان الاستاذه بتعلق الزينه وسمع كل كلامه البس عم كريستيانو. بيكون خايف جدا من المدير لانه هيعاقبه على التاخير، بس بيكتشف ان المدير هيطلع على المعاش النهارده. الواد ده بيجي له وهو بيقول له هدفعك الثمن على اللي انت عملته. ليو مش بيكون فاهم حاجه. وفي الوقت ده المدير بيجي للاستاذه وهو بيقول لها خرجي لي كل طلابك بره دلوقتي. بيخرجوا بره وهو بيلاقوا المكان متكركب وبايظ. ليو بينصدم لما بيشوف الشعار ده والاستاذه بتقول له المدير عاوزه. المدير بيقول له بتاعت مين الضرفه دي يا حلو؟ فبيقول له دي بتاعتي انا يا فندم، بس والله ما اعرف ليه ابن الجزمه اللي كسر باقي الظروف ما كسرهاش معاهم، الله يحرقه ديني لبست الموضوع بسببه. الاستاذه بتقول له يبقى انت اتاخرت لانك كنت بتبوظ الحاجه. بيدخلوا الصاله الرياضيه وبيلاقوا مرسوم عليها نفس الشعار. ليو واصحابه بيبداوا ينظفوا وليو بيقول انا واثق ان الشخص اللي بيعمل كده من ايجيكسس. الخبيث ده بيكون مراقبه وهو عمال بيضحك، انما اخينا التاني فبيجيب صحابه عشان ينتقم من ليو، وحظه بيجيبه مع النسخه الشريره. بيحاولوا يضربوه ولكن اللي بيقرب له بيحط له في بقه الدندوق. العيال بتخاف وليو بيقول للواد ده مش عاوز تقول حاجه حبيبي. الواد بيجري على الاستاذه والشرير بيختفي من المكان. هو بيكون هو نوبي يا زميلي. بيتحول للشكل ده وهو بيجري على الصاله الرياضيه وبيقول الحق يا شباب اللي اسمه ليو ده بوظ الدنيا تاني. ليو بيرجع البيت
لقيت امه بتفضل تهزق فيه لان المدير كلمها. الواد مش بيكون عارف يشرح لها الموضوع لانها اصلا مش مصدقاه. بيسمع صوت غريب في الشارع ولما بيبص بيشوف نفسه بيجري. بينزل على تحت وبيلاقي العلامه دي في الجنينه ومره واحده بيخبط في نوبي. بينصدم ونوبي بيقول له ازيك يا ليو، فبيقول له ده انا هلاولو واللي جايبينك. الواد بيهجم عليه ومره واحده بيختفي من المكان. بيظهر من وراه وبيقول له الشعار ده بتاع اكستون ولما تشوفه في اي مكان اعرف ان العبد الله حضر وعمل قلبان. الحاجه الطيبه دي بتخرج وبتكون فاكره ليو هو اللي بوظ الجنينه وكالعاده ليو مش بيعرف يشرح الموضوع. وبعدها بنشوف علي علوكا واشرف كوخا رايحين يدكوا في المتحف ده، حرفيا بيشوهوا اللي جابوه. اخينا ده بيفتح تابوت وبيقول ايه ده جدي، هو ده استظراف يا ابن الظريفه. المهم ان الاخبار بتنتشر في الجورنال وام ليه بتنصدم لما بتشوف شعار اكستون لانها شافت ابنها بيرسمه. وبكده عم ليو لبس حته المتحف كمان. ليو بيكون سامعها وبيقول يا جدعان ده انا لو ديلر مش هتشكوا فيا كده. بيروح لكيفر وبيقول له اصلا انا مستقبلي بيضيع. بيقول له ما تقلقش انا كلمت رجالتنا وهنعلن الحرب. بيروحوا على عالم البشر وبيقدروا يوصلوا لنوبي. ليو بيقول لهم الواد ده تحت في المترو، بياخدهم للمكان وطبعا هم بيجروا من فوق البيوت. من ناحيه ثانيه جنود اكستون بيقفوا قدام المترو واول ما بيقرب بيدخلوا جواه. بيبداوا يسيطروا على المترو بالكامل وجنود المملكه الذهبيه بيشوفوا كل حاجه. قوه ايجيكسس كلهم بيتحولوا. وبالنسبه لتحويله الفرعون الصغير فدي بتكون حاجه ثانيه يا زميل. بيدخلوا عليهم واللي بيكتر معاهم بيشيل كتير. نصهم بيتولوا الرجاله والنص الثاني بيروحوا عشان يوقفوا القطر بس بيكون قدامهم كام كتكوت. بيبداوا الخناقه واللي بيجي لهم على السكه بيموت. اوعى هالفوت. بيتبقى اخينا ده وطبعا بيهرب قبل وصول المحطه. ليو بيقول لكيفر احي ده الفرامل بايظه. بينزلوا يزقوا القطر وقبل وصول المحطه بيتداروا كلهم والناس كلها بتفتكر ان سواق القطر هو اللي انقذ الناس. من ناحيه ثانيه ليو بيقول لهكسس انا عارف ان ولاد المتضايقه دول لسه في العالم بتاعي بس انا محتاج منك اختراع بسيط وهو ده اللي هيخلينا اخلص منهم. وبالليل بنشوف جنود اكستون متجمعين في المكان ده وبيقولوا احنا لازم ندمر ليو. ليو بيظهر لهم وبيقول لنوبي هربت ليه يا عمهم، بس على العموم انا جاي اسلم نفسي. اصل انتم حصرتوني يا جدعان بس انا مش هسلم لكم نفسي غير اخر الليل عند ملعب كره السله اللي في المدرسه. سلامه هندسه. بيروح يستناهم في الملعب وفعلا الجنود بيحضروا. ليو بيقول لهم لو سمحتوا اربطوا الاحزمه لكي تصلوا الى جهنم في سلام. جنود المملكه الذهبيه بيحضروا وبيعملوا عليهم مثلث وهذا ما يسمى بهرم الطاقه وبيقدروا يرجعوهم العالم بتاعهم. قوه ايجيكسس. العالم بيتحول وهو واصحابه بيبداوا يعجبوا فيهم حرفيا بيسووهم ومن العذاب الوان بيوروهم. ادي اخره اللي يلعب مع الجيش التقيل. بالسلامه انت يا زميل. ليو بيقول لهم قولوا لزعيمكم انه لو فكر يرازيني تاني هقعده جنب تاني وهشغل له اغاني. كيفر بيقول له ماشي يا فنان نرجع بقى حل مشاكل مدرستك. وفعلا بيرجع وبيقول للمدير بعد اذنك عاوز اقول حاجه. فبيقول له اتفضل يا حبيبي الحديده معاه. ليو بيقول لاصحابه انا اسف يا شباب على اللي عملته بس على فكره انا عملت كده عشان كنت عاوز الفت انتباه المدير لحاجه وهي ان من غير المدرسه دي هتضيع واحنا الصراحه ما نقدرش نعيش من غيرك يا مديرنا. الكل بينصدم لانهم بيكرهوا المدير كره العمى واولهم ليو. المدير بيقول له اقنعتني يالا عشان كده هقعد معاكم وشكرا يا قمر على اللي انت عملته عشاني. يلا بقى شويه جزم ارجعوا على الفصول. ليو بيقول لهم لما وزع يا شباب نهار اسود لما كانوا فاكريني بتاع مشاكل كان في جزء بسيط منهم بيكرهني دلوقتي المدرسه كلها بتدعي عليا. الله احرقك يا اكستون. وتاني يوم اكستون بيكون متعصب وبيقول لرجالته انا عاوز نهايه اللي اسمه ليه ده باي طريقه. الواد ده بيقول له يبقى ندي المهمه لحد يقدر ينفذها بحرفيه. صاحبه بيقول له قصدك ان احنا فشل يعني. الاتنين بيتخانقوا مع بعض ومش بيعملوا حساب للكبير اللي واقف. المهم ان البت دي بتدخل على اكستون وبتقول له انا اللي انفع للمهمه دي. بص يا زميلي هو الاسم بتاع البت دي مش عاجبني فخلينا نسميها سكارا لايق عليها جدا. المهم ان بيكون معاها جهاز هينفعهم في مهمتهم. وبعدها بنشوف عيله ليو اللي بيجهزوا عشان يسافروا في رحله. ليو بيقعد في البيت لوحده وده لانه متعاقب. يقعد ينظف الاوضه بتاعته وبيكون محتاج يدور على المفتاح بتاع امه اللي هو ضيعه. بيقول بس انا اروح عالم ايجيكسس وعارف حد هناك هيساعدني في التدوير على المفتاح. ومره واحده هيكسس بيجي له وهو بيقول له ابسط يا عم خلاص انت اتبرأت تبرئه كامله من تهمه السرقه وهترجع لايجيكسس في اي وقت انت عاوزه. بيقول له تسلم على الاخبار دي يا اخويا. الاتنين بيروحوا على مملكه ايجيكسس وليو بيقول له صاحبه انا عاوز آلة بتدور على المفاتيح. فبيقول له خلاص يا عم انا هساعدك امسك الآلة دي لانها بتجذب الحديد. بيقول له تسلم يا زميل. ومره واحده المكان بيتهز تحتيهم. الواد ده بيجي لهم وبيقول لهم في هجوم على الهرم بتاعنا. كيفر بيقول لهم اقفلوا المداخل والمخارج ما ينفعش الدخيل يخرج من هنا على رجليه. ليو هيكسس بيحضروا وكيفر بيقول لهم في حد دخل الهرم وسرق مفتاح رع. كلهم بيروحوا على الدخيل ده وبيتفرقوا عشان يوصلوا له اسرع. كيفر بيشوفه فبيقول له عندك كليفه. الواد ده بيظهر له فبيقول له انت شفت الدخيل. بيقول له لا ما شفتوش. ليو بيقول له طب ورينا ايدك كده. فبيقول له ايدي اهي يا عم. ايوه انا اللي معايا المفتاح. بيبدا يهاجمهم واخيرا ده بيقول له انا مش عاوز اذيك هات المفتاح وانا هسيبك. فبيقول له ما فيش منه الكلام ده. بيهرب من المكان وكيفر بيتحول وبيروح وراه. قوه ايجيكسس. العالم بيبدا يتحول وهو كمان بيحصلهم. كيفر بيهجم على الواد ده وبيقول له انا اسف بس مش هسمح لك تاخد المفتاح. ليو بيجرب المغناطيس اللي معاه والمغناطيس بيشتغل بزياده قوي. كيفر بيجري عليه عشان يلحقه بس الحديد بيقع عليهم هما الاثنين وللاسف الخاين بيهرب. ليو بيقول لكيفر انا اسف. وبعدها مجلس الهرم بيجتمع وهوراس بيقول لليو على فكره المفتاح اللي اتسرق ده اللي
بيملكه بيقدر يسافر بين العوالم، واصلا هم مفتاحين، لكن اكستون سرق واحد قبل ما يهرب من هنا والتاني اتسرق النهارده. وبالنسبه للخاين فبنعرف انه ما كانش خاين ولا حاجه يا زميلي، هي بس الشيطانه دي قدرت تسيطر عليه بالجهاز اللي معاها. المهم ان الوحوش دول بيحضروا في الهرم المظلم، هورس بيروح يهاجم على طول وبيشوف باقي الجنود وهم بيتدربوا، واخينا ده بيركع لهم. البت دي بتيجي وبتفضل تتحكم فيه، وساعتها كيفر بيعرف كل حاجه. الممرات دي بتكون قدامهم ومره واحده بيلاقي نفسهم متحوطين من التماسيح، بيضطروا يواجهوهم وبيكونوا مسيطرين معاهم على الاخر. ومره واحده التماسيح بتخاف وبتهرب، والفراعنه دي بتظهر بيقبضوا على الاثنين دول، وليو بيكون اتخبط على دماغه واغمى عليه، ولما بيفوق بيشوف صحابه وهم مقصورين. كيفر بيقول له استعمل الخطه البديله. الحراس بتاخدهم لاكستون اللي بيقول لكيفر وحشتني يا اخويا، كان نفسي افرشتك الارض رمل بس ما رضيتش اوسخ المكان. هورس بيروح لصاحبه وهو بيقول له فوق يا اسطى، ومره واحده سكارا بتتحكم فيه وبتخليه يضربه. كيفر بيتعصب واكستون بيقول له ما تهدى يا اسطى خلينا نتفرج على المعركه. يا اخي من يومك كنت بتحب تعكر مزاج. ليو بيشوف كل حاجه فبيستخدم المغناطيس وبيسحب البتاع اللي مع سكارا. كيفر بيشوف الجهاز اللي على ظهر خا بس مش بيلحق يشيله. ايوه يا زميلي هو اسمه خا. من ناحيه ثانيه سكارا بتوصل لليو وبتقول له هات الجهاز، فبيقول لها هو يا حبيبتي، وبيروح مديها واحده بتنيمها. وبالنسبه لكيفر فبيكون محطوط عليه وبرده مش عاوز يضرب صاحبه، وقبل ما صاحبه يقتله بيرجع لطبيعته، فبيلف على الحراس بتوع اكستون وبيضربهم، ومع الضربه بياخد الحاجات اللي اكستون سرقها من صحابه، بيرجع لهم الدروع بتاعتهم. وكيفر بيقول لاكستون يا عبيط انا خدت الجهاز اللي في ظهر صاحبي. ليو بيظهر وبيقول لاكستون معلش يا اسطى كان لازم نسترد صاحبنا منك. الرجاله بتهجم عليهم ولكنهم بيهربوا من المكان بسرعه باستخدام السلاح اللي رجعوه من اكستون، وبيكونوا فرحانين باللي عملوه. وبالنسبه لليو فبيفتكر ان امه زمانها رجعت من الرحله وهو لسه ما لقاش المفتاح، بيرجع على البيت بسرعه وبيفضل يدور في الاوضه بس برده مش بيلاقي حاجه. امه بتوصل وبتقول له مفاتيحي فين يالا، فبيقول لها والله ما لقيتها. بتفتح شنطتها بالصدفه وبتلاقي المفاتيح انها الامهات يا ساده. ابوه بيقول له يبقى يلا ناكل بيتزا بقى بالمناسبه دي. وتاني يوم بتكون في مباراه كره سله والمدرب بيرفض انه يدخل ليو يلعب. الواد ده بيفضل يتريق عليه وبيقول له اقعد على المدرج يالا، فبيقول له ما تتحداني كده وتشوف هعمل فيك ايه. الواد بيوافق وفعلا التحدي بيبدا، ولكن ليو بيستخدم السوار وبيكون مسيطر حبتين ثلاثه. يركن على الارض حماده، وكره السله اللي كنت فرحان بيها اهي. الكره بتطير وبتيجي على عربيه المدرب وعلى الازاز لحد ما بتخرب الدنيا. المدرب بيقول له يا ابن الجزمه لا بس انت جامد وهحتاجك معايا في الفريق، فبيفرح وبيقول له تسلم يا كابتن. وبمناسبه اللقطه البطوليه اللي عملها بيروح يتكلم مع صاحبته اللي بيحبها، ولكنها بتكون متعصبه ومش طايقه اي حد. وفجاه الواد ده بيجي له وهو بيكون متعصب عليه هو التاني. ليو بيطلع يجري منه هو واصحابه، وفجاه السوار بيحوله من تلقاء نفسه. طبعا بيضطر يستخبى من العيال اللي بيكونوا عاوزين يضربوه باي طريقه، فعشان كده بينط من الشباك وبينزل على عربيه المدرب بيدشملها. وفجاه بيلاقي نفسه قدام الناس وكلهم مستغربين لبسه. بيقول لهم لا مؤاخذه يا جدعان بجرب بدله الهالوين الجديده. بيفضل ينط لحد ما بينزل في صندوق الزباله ده، وبعدها بيروح لكيفر وبيحكي له كل حاجه. فبيقول له يا ابني السوار اللي معاك ده قوي جدا فلازم تستخدمه بحذر. نيفرتيتي بتوصل وبتقول له انت لازم تحارب اكتر عشان تختبر السوار بتاعك. كيفر بياخده وبيروح لابس اللي بيكون مجهز له شويه اختبارات كده خفافي. كيفر بيديله الثلاث عيون دول وبيقول له استعملهم هيفيدوك جدا، وكل عين فيهم ليها طاقه معينه، وافتكر ان قوه السوار لازم تستخدمها في الخير وساعه الجد بس. يلا بقى عشان الاختبار. وفعلا الاختبار بيبدا وليو بيدخل ضد عمالقه، بس الكلام ده مش علينا يا رضا. صحيح الدخله بتكون وحشه حبتين، ولكنه بيستخدم الاسلحه الجديده وبيبدا يلعبها ما بينهم بذكاء. السلام عليك وانت التاني رايح بها. بيكسب الاختبار بجداره، وابس بيقول له ده حظ مبتدئين، اجهز بقى عشان الاختبار التاني هيبقى اخطر يا حزين. بينزله في المكان ده وبيقول له استعمل قوتك واخرج بقى يا معلمي. فبيستخدم طاقه الطيران وبيبدا يطير على فوق، بس المشكله انه محتاج يتعلم الطيران اصلا. لا والمشكله الاكبر ان في صعوبات كتير مواجهاه، بس انت عارف يا زميلي ان كل ده ولا هيفرق معاه. بيكسب الاختبار التاني بكل جداره زي اللي قبله، ولكن ابس اكيد مش هيسيبه يكسب كل الاختبارات كده. ليو بينزل الميه وبيقابل فيها اختبارات زي الزفت، برضك بيعدي من الاختبارات بكل كفاءه، لكن بيكون محتاج يلفت من الاسهم دي. واحد فيهم بيسيبه، هو المشكله انه وصل عند مملكه الجيش المظلم. الاثنين دول بييجوا يلحقوه وكيفر بيقول له عاش عليه، لكن جنود اكستون بيكونوا شافوهم وراحوا حكوا لزعيمهم كل حاجه. فبيقول لهم بما ان الواد ده لسه بيتدرب على قدراته يبقى هنقدر نهزمه بكل سهوله. ومن ناحيه ثانيه بيكون ابس شايف ان ليو ما نجحش في الاختبارات وبيقول له انت لازم تواجهني. فبيقول له ماله. قبل القتال ليو بيشوف الدرع بتاع ابس فبيقرر يستعمل حجر منه، بيبدل الاحجار وبعدها بيروح يستعد عشان المواجهه. كل واحد فيهم بيبدا يتحول وبيكونوا جاهزين. والله يا زميلي انا زمان كنت بتفرج على المسلسل ده عشان اشوف تحويله ليو بس. المهم انه بيحس بقوه كبيره وبيهجم على ابس بكل غباء، مش بيقدر يسيطر على نفسه. وساعتها ابس بيفهم اللي ليو عمله قبل القتال. كيفر بيقول له اتحكم في قدراتك يا ابن الجزمه، فبيقول له ازاي يا اسطى انا مش عارف اعمل اي حاجه. في الوقت ده اكستون بيوصل وبيقول له تسلم يا ليو انك ضربت الاثنين دول، ودلوقتي انتوا الثلاثه هتتفرموا. يا حبيبي الكلام ده عندها مش هنا. الهجوم بيبدا وجيش المملكه الذهبيه بيطحن ما بيعتق، ولكن اكستون بيقدر انه يسيطر على كيفر، وقبل ما يقتله ليو بيحضر وبيركنه، بيقدر انه ينقذ صحابه وبيخلي جيش الاعداء يهربوا كمان. ابس بيقول له تسلم يا فنان، فبيقول له انا حابب اعتذر لك على اللي عملته. بيقول له يا عم كلنا بنغلط، على العموم حصل خير ودلوقتي انا معترف بقدراتك فعلا. ليو بيودعهم وبيرجع تاني على العالم بتاعه. في الوقت ده فريقه بيكون بيلعب مباراه ولكن خسرانين فيها، وعشان كده المدرب بينزل ليو. صاحبته بتشجعه وهو بيقرر ما يستخدمش السوار بتاعه عشان يلعب بشرف ونزاهه. بينزل يلعب واول ضربه ما بتجيش، ولكن الثانيه في الشباك وبترشق.
المدرب بيقول له عاش عليه. اللعبه بتبدا من تاني والواد يا زميلي بيعمل شغل تايواني. وتاني يوم بنشوف حارس من المملكه الذهبيه رايح يودي اكل لسجين عندهم اسمه سابق، ولكن ابن الذين بيقدر يستخدم شوك الاكل في انه يفك الكلبشات. بيخرج على الواد ده هو بيخبطه رجل بترجعه على الزنزانه. بيقدر يلفت من كل الحراس ولا واحد بيعرف يقطع طريقه. واول ما بيطلع بره بيلاقي كيفر مستنيه بيخرج سيفه وهي واحده على الاخره بتوديه. الواد بيصمم يواجهه وعشان كده بياخد اللي فيه النصيب. وبعدها بنشوف ليه وهو قاعد مع اصحابه وهو زهقان لانه مش لاقي حاجه جديده يعملها. صاحبه بيتعب من كتر اللعب وعشان كده بيروح للدكتور يربط له ايده. ادي اخره اللي يلعب على التليفون كتير يا زميلي. المهم ان الواد بيكون عاوز حد من صحابه يكمل اللعبه بتاعته عشان يحقق الارقام القياسيه، وليو بيقرر يساعده. ولما بيرجع البيت رمسيس بيجي له هو بيقول له قوم يا اسطى ورانا شغل في اجتماع مهم ولازم تحضره. وفعلا بيروح معاه الكيفر وكيفر بيقول له انا هخليك تشوفنا واحنا بنحاكم شخص النهارده. بيدخلوا الساحه هو بيتفرجوا على سوبك وهو بيتحاكم. كيفر بيقول لليو الواد دخلنا واشتغل مع اكساتو، واول ما بدات المعركه بين المملكتين قدرنا نهزمه ونقبض عليه، ولكن ابن الجزمه بيقدر يهرب كل ما بنمسكه، عشان كده عاوزين ننفيه في سجون بعيده عن المملكه وفي نفس الوقت ما يقدرش يهرب منها. حكمت المحكمه حضوريا على التمساح سوبك بالاعدام شنقا. طبعا هم ما قالوش كده يا زميل، بس المهم يعني انه هيتنفي من المملكه وليو هيكون معاهم وهم بينفوه. الاخبار دي كلها بتوصل لاكساتون فبيفرح عشان هيعرف يهرب سوبك وهو بيترحل. وفعلا الجيش الذهبي بيتحرك وبيكون ليو معاهم. ليو بينسى كل حاجه هو بيقعد يلعب، وسوبك بيحاول يتكلم معاه عشان يخليه ينقلب على كيفر وكل المملكه الذهبيه. بيلاقيه مش عاوز يسمع له فبيقول له ما تجيبوا النبي اللعبه اللي في ايدك ده العب شويه. بيقول له امسك يا عم هتعمل ايه بحته لعبه يعني هتعرف تهرب بيها من هنا مثلا. وفجاه بيحصل انقلاب في المكان وده بسبب ان جيش اكساتون وصل. الهجوم بيشتغل من كل مكان وجنود الجيش الذهبي بتبدا تتحول عشان يعملوا قلبان. ليو كمان بيتحول معاهم والتخبيط بيبدا يا جدعان. كالعاده جنود المملكه الذهبيه بيكونوا مسيطرين واي حد بيجي لهم على السكه بيتفرم زي العجين. هي واحده شمال في واحده يمين والتالتة عارفه طريقها رايح فين. ليو بيستلم المدافع وحرفيا بيخلي اتخانهم مش نافع. بيقدروا انهم ينتصروا وفجاه بيلاقوا جنود الاعداء بيرجعوا تاني منين ما تعرفش. سوق بيقدر انه يحرر نفسه باستخدام اللعبه بتاعت ليو وبيقول له تسلم يا مقطف استعدوا بقى لان اللي جاي اكتر من اللي راح. الهجوم بيبدا من تاني بس المره دي جنود اكساتون بيكونوا مسيطرين حبتين، ولكن جنود المملكه الذهبيه بيرجعوا يسيطروا وهو بيخلصوا الحوار في كلمتين اهو ده الشغل ولا بلاش يا حسنين. وفجاه سفينه الجيش الذهبي بتعطل فعشان كده جنود الاعداء بيسيبوهم وبيهربوا. وقبل ما السفينه بتاعت الجيش الذهبي تنزل على الارض بوشها بيكون كيفر مظبط ابعادها. ليو بيقول له انا اسف. بيرجعوا مملكتهم وبعد شويه كيفر بيجي ليو وبيقول له مجلس المملكه معتبرينك المسؤول عن هروب سابق. انت بجد خيبت املنا النهارده يا ليو. بص انت محروم من دخول مملكه ايجيكسس لحد ما نقرر هنعمل ايه معاه. ومن كتر الزعل يا زميلي ليو بيرجع البيت وبيفضل يلعب برضك بنفس اللعبه اصيل ابو رحال. وتاني يوم بيكون ليو نايم والموميا دي بتروح تاذيه ومره واحده بيظهر هيكسز وعلى الارض بيرميه. بيتصدم بواحد كمان في المكان ولكنه مش بيتهز يا جدعان. ومره واحده كيفر بيظهر وبيقول له عاش عليك يا هيكسز انت فعلا عديت من الاختبار ببراعه. بص بقى انت عارف ان من بعد ما سوبك هرب والمجلس منعوا ليو من دخول ايجيكسس وانا خايف عليه الصراحه فعشان كده عاوزك تراقبه وتحميه. وبعدها بنشوف ليو هو بيلعب كره سله وعربيه المدرب النحس دي بتتخبط زي كل مره فبيقرر انه يغير مكانها. وفي الوقت ده هيكسس بيوصل وبينط على عربيه المدرب ولما المدرب بيرجع للعربيه تاني بيلاقيها بالشكل ده وبكده هيعد فلوس بالكوم. المهم ان هيكسس بيظهر لليو وهو بيقول له انا جاي احميه فبيقول له على اساس اني ماسك مصاصه في ايدي انا مش طفل يا عم انت وسيبني بقى في حالي. هيكسس مش بيسمع له وهو بيفضل يراقبه طول اليوم وليو بيكون شايفه وهو متضايق من اللي بيحصل ده. بيقول له يا عم ارجع صلح العربيه اللي كسرتها دي. بالفعل بيرجع يصلح العربيه والسواق بيكون هيتجنن ومش عارف ايه اللي حصل ده. وبالنسبه لهيكسس فبيكون خايف على ليو من كل حاجه. ليو بيقول له طب الواد اللي جاي ده بقى هو عدو اللدود اتصرف معاه. هيكسس بيتعصب وبيدي الواد ده واحده بتجمده. ليو بيقول له الله احرقك انا قلت لك تعمل كده. فبيقول له يا عم ما تقلقش انا عندي الحل بس محتاجين نسيبه هنا وهنبقى نرجع له بعدين. بيروحوا على الصحراء دي وبيدوروا على عقارب سامه وده لانهم محتاجين سم العقرب عشان يرجعوا الواد زي ما كان. ومره واحده الافعى دي بتظهر لليو. هيكسس بيحميه وليو بيقول له تسلم يا رجوله وبيقول في بال الواد ده اجدع من احمد السقا. بيكملوا ماشي وبيشوفوا العقرب ده. اخينا بيعرف ان في حد داخل عليهم فبيبدا يتحول والفرعون الصغير بيتحول معاه. بيشوفوا العقرب الكبير ده ولكن مش ده الخطر. ومره واحده الخطر الحقيقي بيظهر ودول بيكونوا جنود اكساتون بيهجموا عليهم والاتنين دول بيقعوا تحت الارض. الوضع برضك بيكون صعب شويه بس بتعدي على خير. العقرب الصغير ده بيقول لهم تعالوا ورايا وفعلا بيروحوا وراه وبيوصلوا للمنطقه دي. بيشوفوا جنود اكساتون في المكان وشكلهم كده بيخططوا لحاجه وبيكونوا محتاجين العقارب عشان يكملوا خطتهم. ليو بيقول لهيكسس يلا بينا يا اسطى. بيتحركوا بكل هدوء ومش بيكونوا عاوزين حد يحس بيهم لكن العقرب الصغير ده بيلمس الليزر والانذار بيضرب وبكده ليو وهيكسس مضطرين يحاربوا. ورغم ان العدد بيكون كبير بس كل دوله بياكل مع الاساطير بيكونوا موجبين معاهم وكمان بيدمروا الليزر بتاعهم وبيخلوا العقارب تهرب. الواد ده بيتعصب وبيحاول يقتل هيكسس بس طبعا صاحبه ليو مش هيسيبه كده وبعد ما بينقذه بيسيب له
الوحوش منهم للعقارب، والعقارب بقى ما بتتوصاش بتدخل تدغدغهم، والجيش المظلم بيهرب، والعقارب بتشكر ليو وهيكسس، وهيكسس بياخد سم من العقرب ده عشان يقدر يرجع صاحب ليو لطبيعته. بس المشكله انهم لما بيرجعوا البيت بيلاقوا ام ليو رمت تمثال صاحبه. ليو بيطلع يجري ورا العربيه وبيشرب صاحبه سم العقرب. الواد بيبدا يتحول وبيخبط الراجل ده بالبالونه من غير ما يقصد، وطبعا الراجل مش بيسيبه في حاله. وبعدها هيكسس بيرجع لكيفر وبيحكي له اللي حصل، فبيقول له فعلا الواد اللي اسمه ليو ده رجوله، وكل مره بيثبت لنا انه واحد مننا، فعشان كده بلغوا ان التعليق بتاعه انتهى ويقدر يرجع ايجكسس في اي وقت. وتاني يوم بنشوف ملوك من ايجكسس راكبين السفينه بتاعتهم في الصحراء، ومره واحده الجنود بتوع اكساتون بيهجموا عليهم، بيدمروا السفينه بتاعتهم وبيوقعوها على الارض. وبنرجع لليو اللي بيكون قاعد زهقان في البيت، واخواته بيجوا يسيبوا له الكلب بتاعهم لانهم خارجين. بس في الوقت ده بيجي له انذار من ايجكسس، بياخد الكلب معاه وبيروح على الهرم الذهبي، ومره واحده بيلاقي اخاه جاي عليه وعاوز يهاجمه. ليو بيقول له جرى يا ابن المجنونه في ايه؟ تشرب حاجه ولا ايه؟ بيبدا يتحول وبيقول ما بدهاش بقى. ومره واحده كيفر بيوصل وبيكلبش خاه لانه مش في وعيه، وبعدها بيحكي ليو ان في حشره بتبقى مستخبيه في الفاكهه، والحشره دي لو عضت حد ما بتخليهوش في وعيه، وهو ده نفس اللي حصل مع اخاه، بس احنا شغالين على صنع الترياق يعني. في الوقت ده هوراس بيوصل وبيعرفهم اللي حصل مع الملوك. كيفر بيجمع رجالته وبيقول لهم المشكله ان السفينه بعد ما اتهجم عليها اختفت، واحنا لازم نعرف هي فين، وبيقرر ان هو وليه يروح المهمه دي. وفعلا بيتحركوا، وفي الطريق بيشوفوا السفينه بتاعت الملوك وهي متكسره. بيشوفوا الملك ده، واول ما بينقذوه بيبدا يحكي لهم كل حاجه، وان في خاين في جيشهم وهو اللي بلغ عن مكان السفينه، واللي هجم على سفينتهم هو سابق، لا وكمان خد الملكه معاه ومشي. كيفر بيفكر في خطه وبيقول لرجالته عليها في السر عشان ما تتكشفش. في الوقت ده الاعداء بتوصل لهم وبيبداوا يهاجموهم، بيوقعوا السفينه وسابق بيحضر. المعلمين دول بيضحكوا عليه وبيمثلوا انهم خايفين منه، واخينا ده بيكون جاي ياخد التراك اللي صنعوه عشان يعالج جيشهم، وفعلا بياخده وبيمشي من المكان. وبكده خطه كيفر ماشيه تمام. وفجاه المخلوق ده بيظهر، ليو بيشغل درع الماء بتاعه وهو بينزل يستكشف الميه. بيطلع لكيفر وبيقول له فين يا عم الوحش اللي قلت لي عليه؟ انا مش شايفه تحت. بينزلوا يدوروا في الميه تاني لحد ما بيوصلوا للوحش، ولما بيطلعوا بيشوفوا الاجهزه دي، وبيكون جنبها مخبأ للجيش المظلم. بيدخلوا يشوفوا النظام جوه، وبيلاقوا اكساتون بيكلم سوبك فيديو وبيقول له عاش عليك لانك لقيت الترياق، نفذ بقى اللي قلت لك عليه عشان نستفاد من الترياق ده. وبيكونوا خاطفين جنود من ايجكسس، وساعتها الوحوش دول بيتعصبوا وبيبداوا الهجوم، بيكونوا موجبين معاهم على الاخر والسعاد والتاخر ده حتى الكلب بيدخل يحارب. الملكه كمان بتدخل معاهم، والامانه بتبدع عاش عليكم يا رجاله. سوبك بيدخل على ليو وبيقول له اركن يالا. اغلبيه العقارب اللي كانت معاهم بتلزق على ظهر ليو، وساعتها ليو بيتعصب وبيدمر الجهاز بتاع جنود الجيش المظلم، وساعتها برضه بيصحى الوحش اللي كان نايم في البحر. الجيش الذهبي بيهربوا من المكان بسرعه وبيسيبوا الوحش على باقي جنود اكساتون، بيرجعوا مملكتهم وبيكونوا فرحانين بالانتصار اللي حققوه. بس كيفر بيكون متضايق لانه لحد دلوقتي ما وصلش للخاين اللي وسطيهم. ومره واحده العقرب ده بيظهر وبيقرص ليو. الدكتور بيمسك العقرب وبيقول ليو العقرب ده مفعوله بيشتغل على طول، فبيقول له ايوه بس انا تمام. الدكتور بيفحصه وبيقول له انا اكتشفت ان حمضك النووي بيحميك من سم العقرب ده، وبياخد شعرايه واحده بس منه وبيصنع منها الترياق. وبعدها ليو بياخد الكلب وبيرجع مدينته، وساعتها بيشوف صور متعلقه للكلب، واللي نشر الصور بيقول انا كلب ضاع يا جدعان، اتمنى اللي يلاقيه يرجعهولي. ليو بيشوف اخواته فبيقول لهم رجعوا الكلب لصاحبه لان زمانه زعلان عليه. بيتاثروا بكلامه وفعلا بيرجعوا الكلب لصاحبه، والواد بيفرح جدا اول ما بيشوف الكلب. وتاني يوم بنشوف الحراميه دول وهم داخلين يسرقوا مكان فرعوني، بيجمعوا شويه قطع، والقطع دي تخص وحش اسمه شو. الاغبياء بيركبوا القطع الاساسيه فيه، وساعتها باقي القطع بتجمع نفسها بنفسها. الواد بيقوم يسيطر عليهم وبيجبرهم انهم يركعوا له. وبعدها بنشوف ليو هي اللي بيكون متوتر شويه، وبيقول لصاحبته ما تيجي نتفرج على الفيلم، فبتقول له معلش خليها في يوم تاني. بيقول ايه الكسفه دي؟ بيروح يحكي لاصحابه اللي حصل، فبيقولوا له اكيد البت دي فلسعت منك عشان تخرج مع حد تاني. ما بيخلصوش الكلمه وبيلاقوا في نفس المول ومداريه وشها. ليو بيصمم انه يروح يتكلم معاها، ولكن الثلاثه اللي اتحولوا بيوصلوا المكان وبينشروا الحشرات دي. الحشرات بتطارد الناس، وليو بيحاول يلفت منها بقدر الامكان. بيتحول في السكه وبيبوظ عربيه المدرب عشان يصد بيها هجمات الحشرات. المدرب ده نحس والله يا حضرات. المهم ان ليو بيرجع ايجكسس وبيحكي لابس كل حاجه، بس باقي اصحابه بيحضروا وبيقولوا له روح انت على البيت دلوقتي واحنا هندور في الموضوع، ويا رب اللي في بالنا يطلع غلط وشو ما يكونش رجع للحياه تاني. بس كل اللي حصل ده اكساتون بيعرفوا يا زميلي. المهم ان ليو ورمسيس بيرجعوا عالم البشر وبيفضلوا يجروا ورا الحشره دي عشان يعرفوا هي رايحه على فين. الحشره بتوصل السفينه دي، هو برضك الاتنين بيروحوا وراها. بيبصوا على شو اللي بيكون متحكم في طاقم السفينه بالكامل، بيعرف ان الاتنين دول في المكان، وساعتها الاتنين بيبداوا يتحولوا عشان يعملوا قلبان. بيدخلوا عليه بس الواد بيكون غشيم حبتين، لا ما تفرحش بنفسك احسن ايه. الاتنين بيبداوا يسيطروا وبيخلوه يهرب من المكان. وبعدها ليو بيرجع لكيفر وبيقول له مين شو ده؟ فبيقول له ده كان دراع ابويا اليمين، واحنا لازم ندمره قبل ما هو اللي يدمرنا ويدمر البشر، لان الواد ده اتمرد علينا من سنين، بس اعمل حسابك انه عاوز يدمر الفرعون الاخير اللي هو انت طبعا، فاحنا عاوزينك تبقى
تبقى طعم يا معلم. وفعلا بيكون شو قلب الدنيا على ليو، وليو بيقول له انا هنا يا زميل، اجهز بقى لان اللي جاي عليك هيبقى كتير. الواد بيخرج حشراته وبيبدا يهجم عليه. غلبان اسمك ايه ده، محدش بياخدها معاه عافيه. بياخده وبيروح على عالم ايجيكسس، وكايا بتشوفهم وبتيجي تساعده. شو بيهجم عليها، وقبل ما يضربها ليو بيقول له ايدك عنها يالا. في ثانيه الا ثانيه باقي الجيش بيحضر، حتى جيش الاعداء بيحضر يا زميلي. شو بيقول لكيفر واكستون كويس ان انتوا الاتنين متجمعين، لان من زمان انا عاوز اقتل ولاد راع. اكستون بيقول له انا معاك يا زميل، وايدي في ايدك وهنخلص على العيال دول. الواد بيرفض ينضم له، وساعتها اكستون بيستعمل القوه. يا غلبان ده عامل زي الغوريلا، كله بيشتغل تخبيط فيه وهو بيكون مسيطر معاهم كلهم. كيفر بيقول لاكستون الواد ده بقى عاوز يدمرك انت كمان، تعالى نتحد سوا المره دي عشان نقدر عليه. فبيقول له ماله يا خاله، لاول مره المملكتين بيجتمعوا والتجميعه دي بتكون دمار. الواد ده بيعمل عليهم اعصار، الغلبان ما يعرفش انه كده بيلعب بالنار. بيستهدف ليو ولكنه بيقول له رايح يا زميل. بيدخل عليه وبيكتشف انه إله مش مجرد فرعون، وعشان كده عنده قوه كبيره. شو بيقول ليو قبل ما راعي يفككني خد الغلاف الخارجي بتاعي واستخدم نفس المعدن عشان يصنع السوار اللي في ايدك ده، يعني السوار ده يعتبر ملكي وهاخده مهما حصل. فبيقول له عباس اتكسر، تعالى بقى راجل لفرعون. بيدخل عليه والله يكون في العون. بالامانه بيحط عليه جمله وقطاعي. كايا بترمي له السلاح فبياخده بينزل عليه بيخليه يرتاح. كيفر بيروح لاكستون وبيقول له لما توحدنا النهارده قدرنا نعمل حاجات كتير، ليه ما تخليناش كده على طول؟ فبيقول له الكلام ده تقوله لما تكون عاوز تمضي عقد مع علي معلوم، انا بحب العب لوحدي. بيسيبه وبيمشي، وكيفر بيقول ليو انت فرعون اصيل يالا، وبجد تسلم على مساعدتك لينا. وبعدها ليو بيرجع على العالم بتاعه وبيروح نفس المول اللي صاحبته كانت فيه، وساعتها بيكتشف انها شغاله هنا. صاحبته بتجيله وهو بتقول له انا ما كنتش بتهرب منك ولا حاجه، بس انا كان ورايا شغل وده المطعم بتاع عمي، تعال بقى عشان اعزمك على حاجه. وفي وسط ما هم مبسوطين بيكون اكستون مخلي رجالته تجمع كل اجزاء شو. انا كنت عارف انها مش هتخلص كده يا ذوق. وبيبدا بارت 2 من المسلسل. بيقوم عادي في المدرسه وكله بيكون قاعد يلعب والدنيا تمام، بس الواد ده بيكون مرازي ليو وقافل الدولاب بتاعه. وفجاه الموميا الشريره دي بتحضر في المكان. الواد بيهجم على ليو، بس بتهجم على مين يا حزين؟ الواد بيتحول وبيقوم عليه زي التنين. وفجاه الموميا بيمسكه لكن بيسيبه اول ما بيشوف المدرب بيدخل جواه وبيقول لليو ايه اللي انت عملته ده، نظف المكان يا حيوان. وبالنسبه لاخينا ده فبيرجع لاكستون وبيحكي له اللي حصل. فبيقول له اما انت عديم الفايده صحيح، جرى ايه كلكم مش قادرين على اللي اسمه ليو ده؟ سكارا بتقول لهم احنا عاوزين نأذي حد يخص ليو، ومش محتاجه افكرك يا زميلي ان ما اسمهاش سكارا، لكن انا اخترت لها اسم يليق بشكلها. المهم انها بتقرر تأذي البنت اللي ليو بيحبها، وفي نفس الوقت هيضغطوا عليه بيها عشان يسمع كلامهم. وعلى الناحيه الثانيه في المدرسه بنشوف بنت مغروره اسمها استريد، وبتكون عيله مغروره جدا يا زميل. المهم ان في الوقت ده السوار بتاع ليو بينور، فبيضطر يسيب صاحبه ويجري يشوف ايه اللي بيحصل. بيخرج بره وبيشوف جيش الهرم المظلم قوته ايجيكسس، بيبدا يتحول وبيدخل يطبق اول اتنين في بعض، بينزل فيهم مسمره، واي ذكر شايف نفسه بياخد رجل بترجعه ورا. يا ابني ابعد عن عربيه المدرب، انطر بعيد يالا. وبالنسبه للعربيه الكارو فتقريبا هيحتاجوا يغيروا لها حمار. المهم ان النوبي بيحضر في المكان وبيقول له خلاص خدنا اللي احنا عاوزينه، ملهاش لزوم بقى اعمال البطوله دي، احنا خدنا حبيبتك. ليو بينصدم وبيدخل يشوف حبيبته، بس بيلاقيها قاعده في الصاله الرياضيه. مين بقى اللي اتاخدت يا زميلي؟ هي استريد. يلا في داهيه. وبيكون اكستون الغبي فاكرها كايا. البت بتقول انا عاوز اعمل باديكير ومانيكير وشحوار ومنكار وحاجات كده هتدخلنا في حوار اكبر من الحوار، فاحنا ملناش دعوه بيها يا زميلي. المهم ان بعد ما بتقول له على كل طلباتها بيقول للواد ده شوف الانسه عاوزه ايه وبعدها احبسها في الزنزانه، ويا ريت تتعامل معاها بلطف اكتر من كده. لطف مش هينفع مع دي والله. المهم نسيبنا من الهزار وخلينا 5 جد. ليو بيروح لكيفر وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له احنا لازم نروح ندش من العيال ولاد الهرمه دول وناخد استرد منهم. بيقول له ما تقلقش هنجمع علي علوكا واشرف كخه وهنتحرك. وفي الوقت ده واحد من جنود اكستون بيجيب رساله ليو وبيوديها على المملكه الذهبيه. الرساله بتكون فيديو، واكستون بيقول له يا اما تركع لنا وتسلم لنا السوار يا اما هنعمل لك من البت دي حته جبنه بخيار. ليو بيركز في المكان اللي استرد واقفه فيه وبيعرف هي فين بالظبط جوه الهرم المظلم لانه اتحبس هناك قبل كده. اوعى تكون البت صعبت عليك يا زميلي، قسما بالله بتتعامل معامله احسن من اللي انا وانت بنتعاملها في بيتنا. المهم ان ليو بيكون شغال على خطته وهي انهم هيخدعوا جيش اكستون. رمسيس بيقول له ما تحلمش ان اعمل الحركات دي، انا واخد شكل بنت بس ذكر من جوايا. المهم يا زميلي البت بتكون قاعده زي الباشا وفالحه بس تطلب طلبات. وفي الوقت ده ليو بيحضر في المكان حضارات، بيقول لي اكستون ايه مش قلنا نخرج الحريم بره الحوار ده؟ عامه انا ما اتعودتش ادخل على حد بايدي فاضيه، انتوا فين يا رجاله؟ الرجاله بتحضر وبيخطفوا استرد وبيتحركوا من المكان. جنود اكستون بيروحوا وراهم بس كل ده ولا بيشغلهم، بيبداوا يشوطوا فيهم واحد ورا الثاني. بس المفاجاه بقى يا زميلي ان دي مش البيت. المهم ان الانفجارات بتكون لسه شغاله، وكيفر بياخد ليو وبيخترقوا الهرم المظلم. بينزلوا المكان من تحت واللي بيجي قصادهم بتبقى عيشته كحل. ليو بيسيب صحابه على اكستون اللي بيبدا يتحول وبيدخل عليهم هو ورجالته. غلبانين دول فراعنه مصريين، انما المعلم ده فبيكون عامل زي التنين. بيدخل لاستريد وبيقول
لا ما تخافيش، ده انا ليا حبيبي، يلا بقى عشان نمشي من هنا. وبعدين كل اللي انت شايفاه ده الكاميرا الخفيه، يعني مش حقيقي ولا حاجه. اما بره يا زميلي فجنود اكستون بيتحطوا في الثلاجه، هو ده الاكشن على ابوه يا ساده. لكن اكستون بيضرب المركبه بتاعتهم قبل ما يطيروا، بيقفوا قصاد الاعداء والهجوم يا زميلي بيشتغل بغباء. كل واحد بيستلم الخصم القديم، واللي بيتمكن من واحد بيعمل معاه الصح والسليم. اكستون بيتمكن من كيفر، لكن هوراس بيحضر وبياخده وبيطير. بالسلامه يا زميل. وبالنسبه لاستريد فبتكون عاوزه تعرف كل اللي في المدرسه ايه بالظبط اللي حصل لها. ليو بيقول لكيفر جرى يا عمنا ما تتصرف، بيقول له ما تقلقش احنا عندنا حلول لكل حاجه. اخينا ده بيلبسها توكا والتوكا بتمسح لها الذاكره، وبعدها ليو بياخدها وبيرجع تاني على المدرسه وبيكون مبسوط لان كل حاجه انتهت على خير. وتاني يوم بتكون في مباراة كرة سلة شغالة، والكل بيقعد يشجع فريق الراكون، أقوى فريق في اللعبة دي. السيور بتاع ليو بينور فبيضطر يخلع من المكان، وفجأة بيشوف الموميا دي قدامه، بيروح وراها وبيلاقيهم مكتفين فريق الراكون. ليو بينصدم، بس قبل ما يلحق يعمل أي حاجة الواد ده بيكون ضرب قائد الفريق وخلاه يتحول. بيهجم على ليو، وساعتها ليو بيبدأ يتحول. الواد ده بيهجم عليه، وليو لما بيبص جنبه بيلاقي الفراعنة بيخطفوا فريق الراكون وماشيين، مش بيكون عارف يركز مع مين. بس فجأة الفراعنة بيخطفوا الواد ده كمان وبيختفوا من المكان. ليو بيروح على كيفر وبيقول له الحقنا يا ريس، فبيقول له يا ابن الله احرقك انت ما وراكش غيري. عامة احنا عاوزين نعرف هم ليه خطفوا فريق كرة السلة، وبيكون اكستون مخطفهم عشان يعمل عليهم التجارب دي يا زميلي ويخليهم من جيشه، وبما انهم رياضيين فهيكونوا اقوى من رجالته بكتير. وبعدها بيبعتهم على المملكة الذهبية. العيال بيدخلوا بكل عفاجية وبيبداوا يكسروا في المكان، ولكن في الوقت ده بيحضروا اللي هيخلوا اي حد فيهم مبسوط يبقى زعلان. بيبداوا يتحولوا وبيكونوا جاهزين، بيدخلوا دخلة معلمين. بس مش هننكر ان العيال دي بتكون غشيمة حبتين، الترزيع بيشتغل من كل حتة، ولكن كيفر بيديهم رشة من سلاحه وبينيمهم. وفجأة الواد ده بيقوم عليه من تاني وهو اللي بيخمده في مكانه. لا ما تستعجلش على رزقك يا عم كريستيانو. الواد بياخدها جري من المكان، وصاحبه التاني بيكون مغمى عليه. طبعا العبقري اللي في المملكه بيحبسه عنده عشان يحل الماده اللي حولته للشكل ده، وكالعاده بعد ما بيعرف ايه المشكله بيخترع لها حل. بيبداوا يفتحوا الزنزانه، والواد بيكون هيهجم عليهم، ولكن ليو بيصعقوا بايه بقى يا زميلي؟ بيصعقوا بالترياق. وساعتها الواد بيرجع لطبيعته، بيقول لهم انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. كيفر بيقول له طب يا عم عبد الباسط حموده ريح شويه لانك تعبان، وانت جاهز عشان ورانا طالعه يا فنان رمسيس. فبيقول له معاك يا زعيم. بيتحول للشكل ده وهو بيتحرك على المملكه المظلمه. في الطريق بيلاقوا الاثنين دول فبيبداوا يزاولوهم، بيوقعوا رمسيس، وليو بيعمل انه بيتخانق معاه. الاثنين دول بيشربوا المقلب وبيمسكوا الاثنين عشان يودوهم لاكستون. اكستون بيقول لهم خدوا التمساح ده واعملوا اللي قلت لكم عليه، وانت يا ليو تعالى عشان اعرفك هيعملوا فيه ايه. مش هو ده برضك التمساح؟ يا ده انا ملك المتحولين، هتيجي انت ورمسيس تعملوا عليا كمين؟ ليو بيقول له ما تستعجلش على رزقك يا اسماعيل. بيروح يقف في ظهر صاحبه وبيقول له ما تقلقش انا معاك اخويا. بيهجم على الاربعه دول وبيرجعهم لطبيعتهم تاني. بقى الفراعنه بتهجم عليهم، ولكنهم بياخدوا جري من المكان، وده لان اكبر غلطه تتخانق مع حد في بيته يا زميلي. المهم ان ليو بيتفق مع الفرقه الرياضيه على خطه ينفذوها. بيكون اكستون متعصب على رجالته، بس ليو بيجي له وبيقول له اهدى يا خالته. اكستون بيقول لرجالته هجموا عليهم. ليو بيقول لاصحابه جاهزين يا رجاله. الهجوم بيشتغل وبيوقعوا اول مجموعه. العارب دي بتخرج عليهم، ولكنهم بيطلعوا يجروا وبيقفوا في المكان ده. رمسيس بيقول لليو طب ايه؟ فبيقول له ما تقلقش انا عندي خطه اسمك ايه. بيقف قدام العقرب ده وبيخبطه بالترياق، وبيقول له اكستون هو عدوك مش احنا، انا عاوزك بس تثق فيا. مين بقى العقرب ده يا زميلي؟ هو العقرب اللي ليو انقذه قبل كده، وانت عارف ان كما تدين تدان، فعشان كده بيقرر ينقذه من المكان. العارب بتخرج على اكستون وبيبداوا يخبطوا فيه هو ورجالته. ادي اخرة اللي يشوف نفسه اخالته. ليو بيقول للعقرب تسلم يا زميل، وبيخرجوا من المكان وهم منتصرين. وبالنسبه لفريق كره السله فبيكونوا عاوزين يرجعوا لعالمهم في اسرع وقت عشان يحكوا لاصحابهم على كل اللي حصل. ليو بيقول لكيفر طب يا معلم، فبيقول له اخرس ياض وانا بتكلم. اخينا ده بيجي لهم وبيقول لهم الخواتم دي هديه ليكم. الاغبياء بيلبسوها وطبعا بيتسطحوا في مكانهم، ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم رجعوا للعالم بتاعهم، ومش بيكونوا فاكرين اي حاجه. بيخرجوا بسرعه على المباراه لان فاضل الله 10 دقايق وتبدا، وفعلا بيبداوا يلعبوا وكمان بيجيبوا اهداف. وفجاه الواد ده بيتصرف زي الغوريلا. ليو بيقول ده احنا صباحنا فل. وتاني يوم بنشوف كيفر وهو شغال على بنايه السد ده. عم حماصه بيقول له لا الفكره بتاعت السد دي كانت جامده، انا كنت هسيبك وامشي دلوقتي بس مش فاكر كنت هروح على فين. بيقول له ارجع يا عم غير هدومك اللي اتوسخت دي الاول. الراجل بيسيبه وبيمشي، ولكن بيتشحور على الاخر. وفجاه بيحصل انفجار في المكان. كيفر بيشوف المكان ده بيدخن، وفجاه بيلاقي المكان ده هو التاني عمال بيسرب ميه، وشكل كده كل الشغل اللي عملوه هيتدمر. يا دوبك اخينا ده بيخرج من الخرسانه وبيستحمى على طول. اطلع عمنا بقى وترزع في حته بعيد عننا. وبعدها بنشوف ليو اللي بيكون في معمل العلوم. المدير بنفسه بيدخل يشرح لهم الدرس، وليو بيكون عمال يتريق عليه هو وصاحبته. الواد ده بيغير منهم هما الاثنين فبيعمل فيهم مقلب، لكن للاسف المقلب ده بيدمر كل حاجه في المعمل. المدير بيقول مين اللي عمل كده؟ كل واحد بيرميها على الثاني، فعشان كده المدير بيقرر يعاقبهم هما الاثنين. ليو بيقف يشتغل لوحده، لكن السوار بتاعه بينور فبيخبي السوار وبيطلع على بره بسرعه. بيروح لكيفر، وكيفر بيقول له احنا كنا شغالين والدنيا تمام، لكن الظاهر ان في حد عمال بيبوظ شغلنا، وممكن الحد ده يبقى اكستون.
بياخده وبيتحرك وبيروح للرجاله اللي بيكونوا شغالين من تاني في بناء الجسر. بيوصلوا المكان وليو بيقول لكيفر ما تتصالح انت واخوك يا عم، ده مصارين البطن بتتعارك. بيقول له الوضع مختلف معايا انا واخويا، وبعدين ما على يدك انا حاولت معاه كتير بس هو اللي ما بيسمعليش. وفجاه الانذار بيشتغل. ليه بقى يا زميل؟ لان رجاله اكستون حضروا في المكان. كيفر بيقول لهم عاوزين ايه؟ انت يا ابن الهرمه. اكستون بيقول له على مهلك اخينا، مالك واخدنا على الحمام من غير حتى ما تقول لنا سكركم ايه؟ بيقول له العب باليه، انت يالا جاي في ايه؟ فبيقول له جاي استرد الارض اللي انت واخدها. يا اخي ده انت مكوش على كله. الاتنين بيتخانقوا وهو بيرفعوا على بعض السيوف. ليو بيقولوا لسه ما هنشوف. بس تصدقوا جات لي فكره. بص يا اكستون انت شخص حكير وكلنا عارفين. بيقول له تسلم يا سيدي المعلمين، اخلص بقى عاوز ايه؟ بيقول له انا عارف ان لا انت ولا رجالتك اللي دمرتوا المكان، الظاهر كده ان في عدو بيوقع بينك انت واخوك، فانتوا لازم تتعاونوا عشان توصلوا للعدو ده. بيقولوا له هي فكره حلوه واحنا موافقين. بيبدا يبص على المكان كويس وفجاه في انفجار بيحصل والوحش ده بيطلع من تحت الارض. بقى انت بقى اللي عامل كل ده يا ابن العرض، قوه ايجيكسس. العالم بيبدا يتحول وبيدخل على الوحش اللي محدش قده. اكستون وكيفر بيقفوا في ظهر بعض ولكن ابن الجزمه ده بيهد لهم السد. الاتنين بيروحوا مع طيار الميه وليو بيروح وراهم عشان يلحقهم. الوحش كمان بيحضر في المكان وقبل ما يقتل ليو اكستون بيقول له عندك كليفه، ولكن الواد ضربته مش بتكون خفيفه، بيكون هيدمروه، ولكن كيفر بخبطه منه بيسنطروا. التلاته بيقفوا في ظهر بعض اسود ولكن بيوصلوا اللي هيمسكوهم العمود، وساعتها التلاته بيطلعوا يجروا من المكان. اكستون بيقول لكيفر الوحوش دول اسمهم جبابره الصحراء، كانوا عايشين في الارض من زمان من قبل حتى الفراعنه بكتير، وساعتها كانت الميه في كل حته لحد ما الميه جفت وبقت صحراء، ومن ساعتها هم اختفوا تحت الارض. الواد ده بيجي لهم وبيقول لهم متشكرين على ميه النهر اللي انتوا جبتوها لنا، الميه دي هتخلينا اقوى ومش هنتدمر. بيكونوا هيهجموا عليهم بس لو بيفرتك الفراتيك، وفجاه الواد ده بيحضر وبيمسكه ولكن كيفر بخبطه منه بيفرتكه. بيطلعوا يجروا من المكان والوحوش وراهم ماشيين. بيوصلوا الحته دي وليو بيسمع صوت، بيبص تحت وبيلاقي واحد من رجاله اكستون. الواد بيقول لاكستون انت بتعمل ايه مع كيفر يا ريس؟ بيقول له ابدا انا جاي اكتب كتابي على امك، وكيفر وليو جايين يشهدوا على الجوازه. انت شايفنا بنعمل ايه يا ابن الظريف؟ جنود المملكه الذهبيه كمان بيحضروا وفي الوقت ده الوحوش كمان بيحضروا. ليو بيقول لكيفر يلا نتعاون. اكستون بيقول لهم انا بشتغل لوحدي. ليو بينزل للرجاله وبيقول لهم ما تخافوش انا هطلعكم من هنا. بيبدا يرفع فيهم وفي الوقت ده العمالقه بيكونوا خلاص هيخترقوا الصخور. اكستون بيقول لكيفر ما قدامناش حل تاني، يلا نتحد يا منصور. الاتنين في صوت واحد بيقولوا قوه ايجيكسس. بيدخلوا على العيال والامانه بيسنطروهم يا خال، حرفيا بيبوظوا اي حد فيهم شغال. قال لك يكفيك شر اتنين اخوات في عركه. في الوقت ده ليو بيطلع كل الجنود وبيحاول يحميهم من المخلوقات. بيوقع الواد ده تحت، والمشكله ان في ميه بتطلع من تحت الارض وبتخلي الواد ده اقوى بكتير. الفراعنه بيهربوا من المكان وبيحطوا صخره قدام الكهف، ولكن المخلوق العملاق ده بيظهر وبكل سهوله بيقسمها اتنين. ليو بيفتكر الدرس اللي خده النهارده وبيقرر يلعبها بذكاء. بيخلي كل الرجاله تستخبى وهو بيظهر للعيال دي هو بيضرب مدفع على حته معينه في الجبل، والحته دي بيكون فيها ماده بتولع في الكائنات، وفجاه كلهم بيتحولوا لاشلاء. اكستون بيقول لكيفر الهدنه انتهت ورجعنا اعداء، اشوفك قريب يا كيفر. ليو بيقول لكيفر ماشي يا عم هسيبكم انا كمان بقى وهرجع انضف المدرسه. ولما بيرجع بيلاقي الواد ده خلص تنظيف الجزء بتاعه، والمشكله ان ليو ما عندوش وقت. المدير بيوصل والواد ده بيقول له انا خلصت شغلي، لكن ليو عمال يتسنكح وما عملش حاجه. المدير بيدخل المكان وبيكتشف ان عملها الولد الفنان. الواد ده بيقول له طب ازاي؟ بيقول له زي العزف على الناس، سلام يا هاتيه. وتاني يوم ليو بيستنى اخواته يرجعوا من المدرسه، بس بيكون شكله غريب حبتين. ليه بقى يا زميلي؟ لان ده بيكون الوحش النوبي. بيدخل الجراج وبيلاقي رجالته متكسرين. ليو بيقول له هو انا مش حذرتك من انك تيجي العالم بتاعي تاني يا اسماعيل؟ وبعدين يا غبي بص على شكلك بقى ده منظر واحد يعرف يقلدني. بيقول له طب تعالى واجهني. قوه ايجيكسس. العالم بيبدا يتحول وبعدها بيقفل باب الجراج. هي ليله دخله يلا ولا ايه؟ طب يا ادوار ارقص باليه، استكفيت ولا تاخد تاني اسمك ايه؟ يلا حبيبي ارجع للي مشغلك وقول له ما يفكرش يسخنك، لانك لو اتجننت انا اللي هعقلك. ولا اقول لك على حاجه ترجع له ليه؟ انا هاخدك للي احسن منه. بياخده وبيروح لكيفر وبيقول له شويه عيال هلاهيل جم العالم بتاعي وحبوا يعملوا شغل مش مظبوط، لكن بعون الله محسوبه الكفاءه ولبسهم الزعبوط. كيفر بيقول لهم انتوا ما تستكفوش يا جدعان. نوبي بيقول له ولا هنستكفى. في الوقت ده قاي بتوصل وبتقول لكيفر اكستون ورجالته هاجمين علينا. نوبي بيضحك وبيقول له مدينه ابتدينا. كيفر بياخد ليو وبيروح على المعركه، وهوراس بيقول لهم الاعداء منتشرين في كل حته. ليو بينزل عليهم وبيشوف بالخمسه سته. بيبص من فوق السور وبيلاقي كل الرجاله جايين وراكبين الحنطور. تفتكر ان ده هيهز له شعره يا منصور؟ اكيد لا. من ناحيه ثانيه كيفر بيدخل على اكستون وبيقول له تعالى يا جيها. الاتنين بياخدوها تشحيب بالطيارات، وفجاه اكستون بيضرب الشعار بتاعه في السماء. كل الجيوش بتقف مظبوطه في مكانها، واكستون بيقول لهم بقول لكم ايه، هنعمل تحدي بين 3 محاربين من عندنا ضد 3 من عندكم، واللي يكسب مبروك عليه كل حاجه. كيفر بيقول له طب اجهز لاني بعد ما هكسبك هحطك في الثلاجه.
اكستون بيرجع مملكته وبيقول لرجالته التحدي ده كان مجرد خدعه وكل ده عشان عطل ليو. واحد من رجالته بيقول له ايوه بس السوار ملوش لازمه من غير ليو يا ريس. فبيقول له ما احنا هنخطف اخوه. وبكده المشكله اتحلت. سكارا بتصنع سم العقرب ده وبتحطه على ستير اكستون بتخليه مولع وبكده هو اكتسب قوه فتاكه. وبعدها ليو بيرجع البيت وابوه وامه بيقولوا له جهز عشان هنخرج بكره. بيقول في باله نخرج فين؟ ده انا ورايا معركه. على العموم انا هحاول اتصرف. وتاني يوم بيروح على المعركه هو كله بيحضر في المكان وبيشجعوه. مين بقى الثلاثه اللي هيحاربوا يا زميلي؟ هم كيفر وليو وهورس. اكستون ورجالته بيحضروا وبيبداوا يتحولوا. الهجوم بيبدا وجنود المملكه الذهبيه بتطحن مبتاتا. اكستون بيضرب ليو بسم العقرب لكن هورس بيروح في دقيقه مكانه. ليو بيقول له انت كويس يا اسطى. الواد ده بيهجم عليه ولكنه بيديله واحده بيقعده على الباسطه. اخينا ده بيهجم عليه هو الثاني ومن ناحيه ثانيه كيفر بيكون متحوط وسط الرمال. بس كل دوله بياكل معاها خال. هي واحده بيلبس الواد ده اخو الخال وبيكون راجع على اخوه ولكنه بيقول له استنى انا بستسلم قدام الكل. جيش المملكه الذهبيه بيفرحوا ومش بيكونوا مصدقين نفسهم. اكستون بيمشي من المكان وهورس بيكون تعبان جدا. الطبيب اللي في المملكه بيفحصه وبيعرف انه اتصاب بسم عقرب خبيث والسم ده لو كان ليو اللي خده مكان هورس كان زمانه ميت. كيفر بياخد رجالته وبيروح على اكستون وبيقول له انا كنت عارف ان المعركه ما خلصتش. الواد ده بيهجم عليهم ولكن كيفر بيقسمه وبيحطه في ساندوتش. اكستون بيدخل على ليو فبيديها له في الوش. بيهجم عليه بسم العقرب تاني ولكنه بيتفادى الضربه. اما رمسيس هذا بيكون عامل زي راس الحربه بيسيطر على الواد ده وبيبدا يقرا افكاره عشان يعرف خطه اكستون. سكارا بتهجم عليه وبنت الجزمه بتعميه. الواد ده بيكلبشه وفي الحته دي بيرميه. ليو بيقول له انت بخير يا اسطى. اكستون بيكون هيهجم عليه لكن كيفر بيقول له استنى انا بعلن استسلامي. بيقول له خلصانه كده انت كسبتني في ماتش الذهاب وانا كسبتك في ماتش العوده. اعمل حسابك بقى ان لسه في معركه اخيره وهي اللي هتحدد مصير الطرفين. وبعدها كيفر بيجمع رجالته وليو بيقول لهم يا ترى اكستون كان عاوز يقتلني ليه؟ كيفر بيقول له عشان يستفيد بخليفتك واللي هو اخوك الصغير لان بعد موتك هو اللي هيبقى مكانه وهم فاكرين ان اخوك الصغير هيبقى فريسه سهله ليهم. ليو بيقول له انا مش هسمح ان ده يحصل. بيرجع على البيت وفجاه بيسمع صوته في المكان وساعتها بيعرف ان نوبي حضر. وبالنسبه لجنود المملكه الذهبيه فبيروحوا لاكستون واكستون بيتخض لما مش بيلاقي ليو معاهم. بيبدا يتحول هو ورجالته وبيستعدوا للجوله النهائيه. وبالنسبه لليو فبيسمع صوت خبط في البيت واول ما بينزل بيلاقي المربيه ضربت نوبي لانه اتحول للشكل ده. بيقول لها عنك انت اطلعي فوق بقى. بيمسك الواد ده من قفاه وبيبدا يتحول. من ناحيه ثانيه الحرب بتكون شغاله في المملكه المظلمه وكيفر ورجالته بيكونوا عاملين شغل جامد. ليو بيدخل عليهم بالجثه دي هو بيقول لابس انا محتاج جوهره من اللي معاه. فبيقول له اتفضل يا غالي. ليو بيروح على اكستون وبيدي له واحده بالفولت العالي. اكستون بيخبطه بسم العقرب ولكنه بيكون في التصدي وقد الهجوم. اركن يلا وبلاش تقوم. ليو بيرجع الجوهره الابس وبيقول له تسلم يا اسطى. كيفر بيقول له لا ده انت اللي تسلم يلا بقى ارجع لعيلتك. وفعلا بيرجع لهم وبيلاقوا مبسوطين منه لانهم فاكرينه ضرب الحرامي لوحده. وتاني يوم بنشوف الحرامي ده رايح المتحف وقبل ما يعمل حاجه الحارس ده بيظهر له ولكن الحرامي التاني بيظهر وبيخبطوا على دماغه. بيدخلوا يسرقوا الجوهره اللي في المكان ولكن بيحضر الشبح الفنان. الحراميه بيهجموا عليه ولكنه بخبطه من سواره بينيمهم وبيقول لهم ارجعوا على بيتكم احسن لكم. وبعدها بياخد الحشره دي وبيدخل جوه التمثال ده. الحارس بيشوف كل حاجه ولكن بيفتكر نفسه بيخاطرف. وبعدها بنشوف ليو اللي امه بتكون مجهزه له العابه القديمه عشان يرميها. الواد بيكون زعلان لانه كان نفسه يحتفظ بالالعاب دي وده لانها ذكريات بالنسبه له يا زميلي. المهم يعني انه ما بيقدرش يتنشل قدام ست الكل عشان كده بيقرر يسمع الكلام. وفجأة بيشوف مذكرات شخص اسمه فلان. مين فلان بقى يا زميلي؟ هو جده. ليو بيطلع يقرا المذكرات وبيقول انا طول عمري اعرف ان جدي كان عالم اثار بس دي اول مره هقرا عن تاريخه. بيقرا المذكرات وبيلاقي جده بيقول مصر القديمه كانت بلد عظيمه جدا ليها قصص كتير ومن ضمنهم قصه انا سمعتها بس ما صدقتهاش والقصه دي هي ان دم الفراعنه بيجري في دمي. انا ما كنتش مصدق لحد ما لقيت سوار رعب. السوار ده حسسني بطاقه عمري ما حسيتها قبل كده. في الوقت ده ام ليو بتيجي تهزقه لانه ساب الالعاب في الصاله فبيقول لها سيبك من الالعاب وكلميني عن جدي شويه. تقول له جدك كان عالم اثار مشهور وكان بيروح رحلات كتير وفي رحله راحها وما رجعش منها. تصدق ان ابويا وحشني جدا ونفسي احضنه ولو مره واحده. اقفل بقى الكلام قلبت عليها المواجع. بيقول لها ايوه بس بتقول له بص ايديك كفايه منديلي مش معايا. بتسيبه وبتمشي وليو بياخد الالعاب وبيروح عالم ايجيكسس. الالعاب بتقع منه والكره بتاعته بتاخدها جري في المكان ولكن الحشره دي بتظهر وبتاخدها وبتمشي. ليو بيتعصب عشان كده بيروح وراها وبيقول لها هاتي الكره بتاعتي يا بنت المتضايقه. وفجاه بيلاقي نفسه وصل لمكان مسدود. بيكون هيرجع لكن الباب ده بيتفتح ومن ورا الباب نفس الشخص اللي مداري وشه بيظهر وبيخدره. وبعد شويه ليو بيفوق وبيلاقي نفسه في المملكه الذهبيه. كيفر بيقول له صح النوم عمهم احنا لقيناك مغمى عليك في الصحراء. ليو بيحكي لهم كل اللي حصل معاه وساعتها كيفر بيقلق من الشخص الغريب اللي ظهر لليو فعشان كده بياخد ليو وهوراس وبيتحرك على نفس المكان وبيقول لي ليه احنا سمعنا عن الشخص الخفي ده بس اخيرا عرفنا مكانه. واول ما بيوصلوا بيلاقوا جنود اكستون في المكان وعاوزين يمسكوا واحد كان في جيشهم لكن اتمرد عليهم وما بقاش عاوز يشتغل. بيحاصروه في الحته دي لكن نفس الحشره بتظهر وبتاخد سيف اخينا ده وبتبوظه. الواد بيكون رايح يقتلها ولكنها بتخبطه في الحيطه وبتلخبطه. الواد بيقوم عليها من تاني ولكن نفس الشخص الغريب بيضربه. وساعتها جنود المملكه الذهبيه بيبداوا يتحولوا عشان يتدخلوا في المعركه. كيفر بيصد ضربه الواد ده وهوراس بيروح على باقي الجنود. اما ليو فبيمسك الواد ده العمود بيروح ورا الواد التاني اللي كان بيهرب من
من رجاله اكستون، بس الواد بيغدر بيه وبيوقعه في المكان ده وبيقول له انا همسكك وهوديك لاكستون عشان يعفي عني. فبيقول له يا ابن الجزمه هو انا اللي كنت جاي انقذك؟ طب خد دي. الواد بيقع في الميه وليو بيروح يمدله ايده، لكن نفس الشخص الغريب بيقول له سيبه، وفجاه الموميا بيطلع من الميه وبيكون انسان. نفس الراجل بيتكلم وبيقول له سيبه يمشي يا ليو. فبيقول له انت عرفت اسمي منين؟ بيقول له في حد ما يعرفش اسم حفيده برضك؟ ليو بينصدم وبيقول جدي. انما كيفر بره فبيكون عامل شغل ما بيتعملش غير بره المجره. العيال دي بتهرب وكيفر بيروح على المكان اللي ليو فيه، وبيكون ليو قاعد مع جده وهو مش فاهم هو ليه اختفى طول السنين دي. فبيقول له شايف المايه دي هي اللي حافظت على السن بتاعي، انا دلوقتي عايش الحياه اللي كان نفسي اعيشها من زمان، بستكشف حاجات كتيره كل يوم وبرجع على كوكب الارض من وقت للتاني عشان لو في اي حاجه مش تمام اظبطها. بيقول له اولا كده البوابه اللي انت بتعدي منها دي هي بوابه خطيره وممكن غيرك يعدي منها، ثانيا امي نفسها تشوفك. مش بيكمل الكلمه لان الباب بيخبط، بيخرجوا يقفوا مع كيفر وهوراس لان هم اللي كانوا بيخبطوا. وفليم بيقول لي ليه وخلاص ارجع انت على العالم بتاعك لان انا ما ينفعش ارجع يا ابني، خلاص انا اتعودت على الحياه دي وعلى العموم هبقى افكر في موضوع ان ارجع برضه. وفجاه اكستون ورجالته بيحضروا في المكان وبيكون اكستون فرحان عشان لقى ينبوع الشباب واللي هي الميه اللي الموميا نزلت فيها يا زميلي. المهم يعني ان كله بيتحول والحرب بتبدا، ولكن زي ما انت عارف جيش المملكه الذهبيه بيطحن ما بيعتق، هي واحده يمين في الثانيه شمال والثالثه عارفه طريقها رايح فين يا خال. حد تاني عنده كلام يتقال؟ المهم ان اكستون بيهزم كيفر وبيروح على ينبوع الشباب، ولكن ليو بيقول له استنى ده انت ايامك الجايه هباب، وبعدين جدي عاوزك في كلمتين. فيلم بيقول له خد يا حسين. الاعداء بيهربوا من المكان وعمنا الحاج ده بيكون مبسوط بالانتصار اللي حققوه، وفي نفس الوقت بيقرر يدمر البوابه اللي من خلالها اي شرير ممكن يروح على عالم البشر. ليو بيقول له يلا بينا يا جدي، وفي ضربه واحده بيفرتكوا البوابه. ليو بيقول له اشوفك تاني، فبيقول له مسير الحي يتلاقى بالحضن يا قلب جدك. وبعدها الراجل بيختفي من المكان وليو بيرجع تاني على العالم بتاعه. وبتبدا الحلقه 16 من المسلسل برياح وعواصف في المملكه الذهبيه. الدنيا بتكون خربانه واللي ورا كل ده بيكون اكستون. كيفر بيتعصب وبيهجم عليه ولكنه مش بيتهز، بيقول له الهجوم المره دي مش هيكون سهل يا كيفر استعد بقى. وفي الوقت ده بيكون صاحب ليو داخل اوضه تغيير الملابس، ولكن ابن الهرمه ده بيخضه وكمان بيصوره عشان يرفع الفيديو على اليوتيوب، وبيكون ناوي يرازي الكل النهارده. بس ليو بيقول لصاحبه ما تقلقش انا هجيب لك الفيديوهات منه، وبيبداوا يخططوا ازاي ياخدوا منه التليفون، ولكن كل خططهم بتفشل. ولما ليو بيروح عشان يجيب التليفون بيلاقي السوار بتاعه بينور فبيوقع والواد ده بيصوره، وساعتها ليو بيضطر يسيب الدنيا تضرب تقلب وبيروح على المملكه الذهبيه. برضه بيلاقي الدنيا خربانه هناك وبدون مقدمات الاعداء بيهجموا عليه. قوته الجكسس بيبدا يتحول وبيدخل عليهم زي الاسد، بيشوط فيهم يمين وشمال لحد ما بيصفيهم. وكاي بتجيله وبتقول له الدنيا خربانه هنا من الصبح، بتاخده بتروح لكيفر. وفي نفس الوقت هوراس بيجي لهم وبيقول لهم يا جدعان الهجوم مش سهله خالص، دول بيجهزوا رياح وعواصف اكتر وشكلهم ناويين يدمروا الهرم الذهبي. وفعلا يا زميلي الهجوم بيزيد عليهم ولكنهم بيقفوا في ظهر بعض اسود وبيدخلوا على الاعداء ويشوطوا فيهم بكل غباء، لا بيفرق معاهم يحيى ولا حتى علاء. اركن انت التانى بهاء بيوجبوا معاهم يا زميل، ومن الاخر بيلبسوهم شخاليل. ولكن اكستون بيصنع الوحوش الرمليه دي. كيفر بيقول ليه خد بالك لان الوحوش دي مش جايه في هزار. بيرجعوا المملكه بتاعتهم وبيقعدوا يفكروا ازاي يحاربوا اكستون وجيشه، وفي الاخر بيلجأوا للحل اللي ما كانوش عاوزين يلجأوا له غير في الاخر خالص، وهو انهم يستخدموا احجار الطاقه، او بمعنى اصح ليه هو اللي هيستخدمهم. ودي احجار قويه جدا وكانوا شايلينها الوقت اللزوم. ودلوقتي كل الجيش هيخرج يحارب اكستون ورجالته، وليو هيروح مع الراجل الكبار ده عشان يجيبوا الاحجار، ولكن اللايم ده بيروح وراهم. عمنا الحاج ده بيفتح الاوضه اللي فيها خيرات الله كلها، ده غير احجار الطاقه يعني، والواد ده بيكون فرحان. انما عم كحكح فبيعرف ليو انه مش هيقدر يستخدم غير حجر واحد بس، لانه ما يقدرش يستخدم الثلاث احجار مره واحده، وكل حجر في الثلاثه ليه قوه معينه. وفجاه الواد ده بيدخل عليهم وبيقول لهم سلموا لي الاحجار واما اخلص عليكم انتوا الاثنين. عم كحكح بيهنبك معاه فبيدي له واحده بتنطره على ورا، وبعدها بيهجم على ليو وهو بينطره على ورا هو الثاني. بيروح على عم كحكح عشان يخلص عليه، بس ليو بسرعه البرق بيطير عليه وبيدي له رجل بيوقعه في التابوت. بالسلامه يا هلفوت. اما بره الدنيا بتكون خربانه يا زميلي وجيش الاعداء بيكونوا مسيطرين، ولكن ليو بيوصل وبيقول لاصحابه انا معايا الاحجار يا رجاله، بس الصراحه مش عارف استخدم انهي فيهم. وفجاه بتجيله فكره فبيخلي اصحابه يجمدوا الاثنين دول، وهو بيستخدم حجر البرق وبيطيح فيهم بيدغدغهم هما الاثنين، وبيقدر انه يهزم اكستون ورجالته. صاحبه بيقول له عاش عليك يا اسطى، بيقول لهم كلها حاجات بسيطه بس على فكره في خاين وسطنا واحنا لازم نعرفه. كيفر بيقول له ما تقلقش قريب قوي هنعرفه، لان انا ملاحظ ان خطوط الدفاع بتاعه المملكه عماله تتكشف للاعداء. رمسيس بيجي ليه وهو بيقول له عاوزين نواجب معاك يا عم او نخدمك في اي حاجه، فبيقول له انا محتاج منك خدمه واحده. وبعدها بنشوف الواد الرزل ده وهو بيخوف العيال، ولكن حظه جاب المره دي مع مين؟ هو رمسيس يا زميل. بيصوروا والواد من خوفه بيطلع يجري. رمسيس بيقول له ليه وكده المهمه تمت يا معلم، اسيبك انا بقى سلام. ليه بيروح يمسح كل الفيديوهات اللي على التليفون وبيقول للواد ده امسك مقطف، بس معلش بقى نسيت امسح الفيديو بتاعك، وبياخد صحابه وبيمشي.
وتاني يوم الشخص ده بيجي لاكستون وبيقول له انا جايب لك حاجه انت كنت بتدور عليها من بدري يا ريس، وبيوري له اخر قطعه من قطع الدرع بتاع شو. اكستون بيفرح وبيجيب الجسم بتاع شو اللي رجالته مجمعينه، بيحط فيه القطعه الاخيره هو بيقدر انه يرجعه للحياه تاني، بس المره دي بقى شو بيكون تحت سيطرته وهينجبر انه يسمع كلامه. اما ليو فبيكون واقف مع نفسه بيفكر ازاي هيروح للبنت اللي بيحبها ويعزمها على الغداء. وفجاه صاحبه بيجي له وبيقول له مش تبارك لي يا اسطى، المدرب خلاني الحارس الشخصي بتاع عربيته. ليو مش بيركز معاه لان السوار بتاعه بيدي انذارات، بيبص فوقه وهو بيشوف النوبي في المكان، فبيقول لصاحبه استخبى يلا بسرعه، بص انا عاوزك تمشي من هنا دلوقتي. وفعلا صاحبه بيمشي وليو بيطلع على السطح الانوبي وبيقول له يا ابني انت ما بتحرمش، مش كل مره بتيجي العالم بتاعي بديك على عينك برضه. الواد بيهجم عليه، بس تهجم على مين يا غلبان، ده اللي قدامك مخه تعبان. الاتنين بيمسكوا في بعض وبيقعوا من فوق. النوبي بيمسك عربيه المدرب وبيقول له استعد لاني هدغدغ بالعربيه دي، ولكنه بيحدف على الحجر من بتوعه بيرجعه تاني عالم ايجيكسس، وبعدها بياخد الحجر. ولكن للاسف بتكون عربيه المدرب راحت عالم ايجيكسس مع النوبي. لا والمشكله الاكبر بقى ان في واحد من صحاب ليو كان قاعد في شنطه العربيه وبيلعب بتليفونه. ليو بيقول ما هو يوم اسود انا عارف، وبياخدها طيران في الصحراء عشان يدور على صاحبه. بيلاقي العربيه واول ما بيفتح الشنطه بيلاقي صاحبه قاعد بيلعب ومش حاسس باي حاجه. وفجاه الاتنين دول بيحضروا قوه ايجيكسس، العالم بيبدا يتحول، وقبل ما يعمل اي حاجه بيحضر الوحش اللي ما بيريحش شو بيكون داخل والغضب مالي عينيه. واكستون بيقول لليو الواد مستحلف لك يا جدع من بعد اللي عملته فيه، ودلوقتي اجهز لانه هيدمرك. شو بيهجم على ليو ومن اول ضربه بيطيره. ليو بيكون خايف على صاحبه اللي في العربيه فبينقل العربيه على المدرسه، ولكنها بتنزل في المكان الغلط. الله يخرب بيتك يا ليو. المهم انه بيكون واقف قصاد شو، ولكن الواد بيغفله وبيجي من وراه وبيدمج بين جسمه وجسم ليو، ودي كارثه في حد ذاتها لان بكده شو بقى متحكم فيه وفي نفس الوقت واخد قوته. وطبعا اللي بيحصل ده بيفرح اكستون لانه هيخلي ليو بنفسه يدمر المملكه الذهبيه. وبالفعل شو بياخد ليو بيروح على المملكه الذهبيه، وكاي بتكون هتهاجمه ولكن ليو بيقول لا استنى يا بت انا جواه. كاي بتنصدم ومش بترضى تكلمه، ولكن الواد بيدخل عليها بواحده بيردمها. اكستون بيحضر هو بيقول له عاش عليه يلا خش على اللي بعديها. وفعلا الواد بيدخل على المملكه من جوه وبيبدا يدمر في كل حاجه. ابس بيحضر وهورس كمان بيحضر، ولكن شو بيخلع القناع عشان يعرفهم ان صاحبهم جواه، وبيقدر انه يهاجمهم لانه عارف ان محدش فيهم هيقدر يهاجمه، وده طبعا خوفا على صاحبهم. كيفر كمان بيحضر في المكان ولكن شو بيضربه. اكستون بيوصل وبيقول لكيفر ايه رايك يا معلم، انا خطط الشريره ما بتخلصش يلا، وانت يا شو يلا عشان نمشي. وبعدها بيرجع على مملكته وبيبدا يتكلم مع ليو وبيقول له انضم لي واما هدمرك انت وكل اللي بيحبوه. فبيقول له انا استحاله اكون شعب المملكه الذهبيه. بيحاول انه يسيطر على نفسه وبالفعل بيقدر انه يعمل كده وبيهرب من المكان. اكستون بيتعصب وفي الوقت ده المساعد بتاعه بيجي له وبيقول له جيش المملكه الذهبيه داخلين علينا يا ريس. انما ليو فبياخد شو عند ابو الهول والاهرامات اللي معمولين بطريقه زباله في المسلسل ده بصراحه. المهم ان شو بيكون فرحان لانه اتحرر من سيطره اكستون، وفي الوقت ده ليو بيقدر يخرج من جواه والاتنين بيبداوا يضربوا في بعض. ليو بيطير على شو وبيقول له خاضيه، بيبعتوا على ابو الهول وبيطلع يفخم عليه، لكن الواد بيجهز كل قوته عشان يدمر المكان باللي فيه. ليو بيبص على الناس وبيقول له شو خلاص يا عم انا مستسلم. بيفتح بوابه العالم ايجيكسس وبيخلع السوار من ايده، بيقول له امسك يا عم. الواد بياخد السوار وبعدها بيدخل البوابه. ليو بيقول له شربتها كروديا عين راح معايا يالا، بيدوس على العين وساعتها السوار بينفجر وبيدمر شو. ليو بياخد السوار وبيقول يلا بينا على المعركه الثانيه. اما المعركه الثانيه فبامانه بتكون خربانه، اجزاء شو بتوصل عندهم ورغم ان اكستون بيتعصب ولكن بيفرح لانه افتكر ليو مات. بس ليو بيقول له مين ده اللي يموت يا غلبان، اجهز بقى للي هيجرى لك يا عدنان. فبيقول لهم بوعدكم انها ما خلصتش. بيسيبهم وبيمشي وليو بيروح لكيفر وبيقول له ما تقلقش يا ريس، اكستون مش هيقدر يجمع قطع شو تاني لان باقي القطع في العالم بتاعي، يبقى يوريني بقى هيجيبها ازاي. وبعدها بيسيبهم وبيرجع العالم بتاعه وبيلاقي اصحابه متشعلقين في العربيه وبيلحقوها قبل ما تقع. بيروح يمسك العربيه معاهم ولكنه بيتكعبل وبيوقع صحابه، وساعتها العربيه بتتشقلب من فوق. الله يا جدعان المدرب ده من كتر ما هو صعبان عليا ببقى نفسي اروح ادفع له انا تمن تصليح العربيه. وتاني يوم وبدون مقدمات كده بتكون المعركه شغاله، ولكن جيش المملكه الذهبيه بيكون موجبه زماله. اكستون بيحضر وبيقول لكيفر نصيحه مني تراجع انت ورجالتك. بيهجم عليه وبيقدر انه يحبسه في الاعصار ده هو وهورس، وبعدها بيهاجم رجالته بيخليهم مش شايفين. رجاله اكستون بيكونوا رايحين يخلصوا عليهم ولكن كيفر بيتحرر وبيطيرهم كلهم. خش عليهم يا عمهم. الرجاله بتتراجع وكيفر واكستون بيدخلوا على بعض، والامانه يا زميلي بيعملوا برق ورعد، والمعركه بتنتهي بهزيمه الاثنين. هورس ورمسيس بيروحوا يقوموا كيفر وبياخدوا معاهم وبيمشوا، والغريب ان رجاله اكستون بيكونوا فرحانين جدا باللي حصل. فرحانين ليه بقى يا زميل؟ لان ابن الهرمه اكستون بدل جسمه بجسم اخوه، يعني دلوقتي هو بقى جوه جسم كيفر. وفي الوقت ده بيكون ليه مجهز هديه للبنت اللي بيحبها وهي بتفرح جدا بالهديه دي. بيكونوا رايحين يتفسحوا ولكن رمسيس بيجي ليو بيقول له جرى يا عم رمسيس مش لاغي الوقت ده وتيجي فيه يا عمنا. فبيقول له انت لازم تروح على ايجيكسس دلوقتي وانا يا عم هاخد مكانك هنا. فبيقول له خلاص امري لله، بس عاوزك تجيب لي البت ايس كريم كده وتروق عليها. وبعدها بيروح على المملكه الذهبيه لكن بيلاقي الحراس بيقولوا له قول كلمه السر، ولكن خاب يجي يعديه وبيقول له معلش يا ليو بس كيفر متغير شويه عمال يحط قوانين
سنين جديده. ليو بيدخل لكيفر وفجاه السيور بتاعه بينور والنور ده معناه ان في خطر حواليه. ليو بيستغرب ولكن مش بيركز مع السيور لان كيفر بيتكلم، وكيفر بيقول له من كام يوم اتخانقت انا واكستون، وبعد الخناقه دي انا فكرت اغير كل انظمه الدفاع بتاعتنا عشان نستعد بقى للمعركه النهائيه. فبيقول له يا ابني انت مش قلت لي قبل كده انك مش عاوز حرب؟ بيقول له لا اصل الواد ده زودها ولازم يتعلم الادب، وبعدين ما خدتش بالك ان البت كايا هربت وما كانتش عاوزه تحارب. بيقول له انت بتقول ايه يا جدع انت؟ دي اشجع واحده في مملكتك. بيقول له هي رفضت تحارب فعشان كده انا شلتها من الجيش، انا ما احبش حد ضعيف يبقى في جيش يالا، وانت روح اتدرب وجهز للمعركه النهائيه. السيور بيفضل ينور وليو بيكون مستغرب، وبعدها بيروح يتدرب مع باقي اصحابه، كل واحد فيهم بيواجه التاني وهوراس بيقاتل بشراسه، بيكسب القتال وبيجي الدور على ليو انه يواجه هيكس، وبالفعل الاثنين بيبداوا يواجهوا بعض، وليو بيخبطوا في الهواء على اساس انه هينزل على تحته وهيخسر والدنيا خلصت على كده، ولكن ما بيكونش متوقع ان السفينه بتاعته هتتدمر وهتنزل نازله صعبه، فبيروح يطمن عليه وبيقول له انا اسف اصلا ما كنتش اقصد اذيك. كيفر بيقول له انت بتعمل ايه يالا؟ المفروض تروح تكمل عليه مش تروح تساعده، لو ما نفذتش اوامري هطلعك بره الجيش، وايه رايك بقى انك خسرت وصاحبك هو اللي كسب؟ ليو بيخرج بره وهو متعصب، وفجاه كايا بتجيله، ولو انت جديد معايا يا زميلي هفكرك ان اسمها نت او نيتي تقريبا وانا مغير اسمها، والصراحه كايا اشياء. المهم يعني انها بتقول له اللي جوه ده مش كيفر، اللي جوه ده هو الشيطان اكستون، فبيقول لها اها عشان كده السوار بتاعي كان عمال ينور وانا واقف قدامه. بتقول له انا اول واحده اكتشفت الحقيقه، اصل انا كنت رايحه له بعد الخناقه ولقيته بيكلم المساعده بتاعته سكارا، ودي برضك ما اسمهاش سكارا يا زميلي، هي اسمها سيجما، بس برضك نقت لها اسم يليق بشكلها، فبيقول لها يبقى احنا لازم نتصرف. وفي نفس اللحظه رمسيس بيكون قاعد مع حبيبه ليو وبيشوف البنت دي بتحضن حبيبها، فبيقوم هو التاني يحضن الويتر وكمان بيبوسه، وبعدها بيقعد ياكل الايس كريم بالشكل ده. صاحب ليو بيشوفه وبيقول له ازيك يا اسطى مش هتيجي بقى نحارب الوحوش اللي في البلاي ستيشن؟ بيقول له قصدك الوحوش بتوع اكستون؟ يلا بينا يا معلم. فبيقول له انت عبيط يلا ولا ايه؟ وبياخدوا وبيروحوا يلعبوا في صاله الالعاب، انما ليو فبيكون ماشي مع الثنائي المرح ده ورايحين على مملكه اكستون، وده لان كايا كانت حاكيه لابس كمان على كل حاجه. بيوصلوا عند المملكه وبدون مقدمات ابس بيدخل يشوط اللي قدامه، واللي بيجروا على السكه بيعرفوا تمامه، لا تقول لي بقى ميسي ولا كريستيانو اما صلاحيانو، فبيكون واخدها جوي. بيوصل لكيفر في الوقت المناسب وبيخلي البنات يدخلوا على بعض، اما هو فبيكون عامل برق ورعد. كايا بتوجب مع البت دي وبتركنها على الارض وبيروحوا يحرروا كيفر. كايا بتقول له هو انت واكستون ازاي اجسامكم اتبدلت؟ فبيقول لها لما اكستون عمل الاعصار ودخلنا فيه حط حاجه على الدرع بتاعي، وبعدها دخل قصادي في مواجهه عشان يبقى قريب مني والحاجه اللي حطها على الدرع بتاعي تشتغل، بس انا واثق ان في حد من رجالتنا ساعده انه يغدر بيا. كايا بتبص على الجهاز ده وبتعرف انه جهاز تغيير الاجسام، فبتقرر تاخده معاها، انما ابس فبيكون واقف بطول قصاد تطار، بس الواد يا زميلي مش جاي في هزار، بيشوف صحابه خارجين من المملكه المظلمه فبيتشعبط معاهم، اما اكستون اللي عامل فيها كيفر فبيكون واقف مع رجاله الجيش الذهبي وبيراقبوا المكان، وبيقول لهم الحقوا في 3 من رجالتنا خانونا وجايين مع اكستون، احنا لازم نخلص عليهم. والغلط بيعمل نفس الحركه الشهيره بتاعت اكستون، وساعتها كلهم بيشكوا ان ده اكستون مش كيفر، بس بيكونوا مضطرين يبداوا الهجوم على الشخص اللي فاكرينه اكستون وكمان رجالتهم اللي خانتهم. وقبل اي هجوم ليو بيقول له هوراس اهدى لانك فاهم غلط، انا معاكم مش ضدكم. بيقول له امال اللي جاي مع اكستون؟ فبيقول له موضوع طويل مش هتفهمه. بيقول له طب تعالى يا خالو. ونفس الكلام باقي الجيش الذهبي بيهجموا على اصحابهم اللي فاكرينهم خاينين، ولكن صحابهم مش بيرضوا يقتلوهم. اما كيفر فبيروح لاكستون وبيبدا يتحول، اكستون كمان بيتحول والاثنين بيهجموا على بعض، كله بيكون واقف يتفرج عليهم، وفي الوقت ده اكستون بيتمكن من كيفر، وقبل ما يقتله بيكون كيفر واقف على رجله من تاني ومكتفه. ليو بيضربهم بشعاع تغيير الاجسام، وساعتها كل واحد بيرجع لجسمه الطبيعي. اكستون بيقول لهم المعركه ما خلصتش يا ابني غير الكلمه، انا حاسس ان هي اللي نحساك اساسا. المهم ان رمسيس بيكون خاربها في عالم البشر ومحدش قده في اللعب. بيشوف ليو فبيقول له الحمد لله على سلامتك يا اسطى، ما تقلقش ظبطت لك الدنيا مع حبيبتك. حبيبه ليو بتجيله وبتقول له بجد انبسطت قوي النهارده. تسلم يا عم، وهو بيكون في منتهى السعاده. وتاني يوم بنشوف حركه غريبه في مملكه الجيش المظلم، وبتكون البت دي هي اللي وصلت وبيكون اسمها باستت. والله يا بنتي كان نفسي اغير اسم بس للاسف مش هقدر، ده انا مغير اسامي 3/4 اللي في المسلسل. المهم انها بتروح لاكستون ولكنه بيكون متوقع انها هتجيله وهو كمان مستعد لها، والغدار بيكون خاطف بنتها وبيقول لها اسمعي اللي هقول لك عليه وانا هسيب بنتك. وفي الوقت ده بيكون ليو قاعد يزرع ورد في الجنينه مع عمه، ولكن اخواته الصغيرين بيبوظوا الدنيا. ليو بيزعل على شغل امه اللي باظ، فبيقرر يروح على مملكه ايجيكسيس عشان يجيب لها شويه ورد من هناك، ولكن الغبي بيروح لشويه نباتات ما ينفعش يهزر معاهم، بياخدها جري على المملكه الذهبيه، ولكن النحل مش بيسيبه. النحل ده ولا دبابير ولا ايه نظامهم؟ المهم يعني ان كاي بتلحق ليو وليو بيحكي لها ايه اللي جابه هنا، فبتقول له تعالى خد نباتات من الجنينه اللي في المملكه. بيروح يشوف النباتات ولكن الدبابير دي بتروح وراه. يالا انت فقري وربنا. في السكه بيتحاول وبيبدا يطير، وفي نفس اللحظه بتكون القطه دي وصلت المكان يا زميل. بتروح عند اجتماع كيفر وباقي اعضاء المجلس، وفي نفس الوقت ليو بيقع في الفتحه دي وبينزل القاعه. لا وفي نفس ذات اللحظه وهو بيقع بتكون البت دي بتحدف خنجر على كيفر، ولكن لما ليو بيقع كيفر بيتخض عليه وبيقوم والخنجر مش بيجي فيه. الله على حكمه المخرج. المهم ان ليو بيشوف الخنجر وبيقول لكيفر انت كنت بتذبح حد ولا ايه؟ فبيقول لهم في دخيل في المملكه روحوا وراه. هوراس بيسبقهم على بره وبيشوف البت دي بيحاول يمسكها ولكنها بتكون مخربشه حبتين. بس على مين؟ ده انت دخلت جحر التنانين. المهم انهم بيقعدوها على الكرسي ده وبيبداوا يسالوها انت مين ومين اللي بعدك والكلام ده كله، ولما بيعرفوا هي مين بيقولوا لها يا بنت احنا مفيش عداوه بيننا، ليه بقى جايه تهاجمينا؟ فبتقول لهم التمساح اللي اسمه سوبك خطف بنت كيرا بامر من اكستون، وهددوني ان لو ما قتلتكش يا كيفر هم اللي هيقتلوا بنتي. كيفر بيقول لها ما تقلقيش احنا هنساعدك في انك ترجعي بنتك. بتقول
لهم يبقى يلا نتحرك. وفي الوقت ده بيكون سوبك حابس البنت الصغيره، ولكن رجالته بتبلغوا ان كيفر هاجم عليهم. وبالفعل كيفر وليو بيدخلوا عليهم دخله غشيمه، والامانه يا زميلي بيعملوا معاهم السليمه. هوراس بيحضر مع البنت المقطقطه دي وبيدخلها تنقذ بنتها. اما باقي الرجاله فبامانه اشهد لها العيال يا زميلي مش شايفه حد قدها. ليو بيسيبهم يتخانقوا وبيدخل هو ينقذ كيرا، وبيلاقيها عامله الصح والغلط مع الواد اللي كان بيحرسها، وبتكون عاوزه تهاجمه هو كمان. بيقول لها اهدي يا بنت المجنونه. امها بتوصل وساعتها البنت بتفرح جدا، انما سوبك فبيهرب من المكان. وفجاه القطه بترميهم من السفينه وبتروح هي على الهرم المظلم عشان تنتقم من اكساتون. هي الجراحه حلوه، الجراحه حلوه مفيش كلام، بس مش للدرجه ده يا مدام. المهم ان كيفر ورجالته بيحصلوها والعركه بتبدا من تاني يا زميل. القطه المقطقطه بتسيبهم وبتدخل هي على اكساتون، والامانه بتروقه بتكون هتخلص عليه، بس ليو بيحضر وبيقول لها اوعي تعمليها، احنا مش زي الكلب ده. البنت بتبص تحت رجلها وبتشوف بنتها، فعشان كده بتقرر تسيب اكساتون، ولكن بتديله تحذير اخير قبل ما تمشي. لا البنت سيطره، لا وكمان هوراس بيكون اعجب بيها. كيفر بيقول له ما تقلقش يا حبيبي هخطبها لك. اما ليو فبيبص قدامه وهو بيشوف الزهره دي، فبياخدها يزرعها في بيته، والزهره بتعمل له شجره كبيره زي ما انت شايف كده يا زميلي، وبسبب همه بتكسب جايزه افضل واحده في الزراعه. وتاني يوم بنشوف الطيار ده وهو سايق طيارته، ولكن بيبقى في برق ورعد في السماء، وكل ده بيعطل انظمه الطياره. وفجاه البوابه دي بتتفتح له وبتنقله لعالم ايجيكسس، وسبحان الله اول ما بيدخل العالم ده بيقدر يتحكم في الطياره. بكمل اول يا اداره. المهم ان بيحصل انفجار في المنطقه اللي نزل فيها، والوحوش دي بتكون نازله تخبيط في بعض. وفي الوقت ده بيكون ليو بيلعب كره سله، ولكن الواد ده بيجي له وبيقول له هموت واعرف استريد بتحبك ليه. ليو بيقول في باله يمكن عشان انقذتها واحنا في ايجيكسس. ايوه بس ذاكرتها اتمسح، يا رب ما تكونش لسه فاكره اللي حصل. انما المدرب فبيكون قاعد يلمع العربيه الكارو دي، وفجاه في عقرب بينزل عليها بيدرمخها. والله يا جدعان كده كتير، انا بفكر الم له تبرعات في الكومنتات بتاعه الفيديو ده. المهم يعني ان كله بيجري وليو بيدخل على العقرب. الواد بينزل تحت الارض وليو بيرجع لكيفر وبيحكي له كل حاجه. كيفر بيقول له الظاهر ان في حاجه غريبه بتحصل، لان البوابات بين عالمنا عماله تتفتح على بعض. يعني عندك مثلا في طيارات حدفت في عالمنا النهارده، وبعدها بشويه في عقرب من عالمنا اتحدف عندكم. احنا شاكين ان كل ده بيحصل بسبب عين راع. وفجاه هوراس بيدخل عليهم وبيقول لهم احنا حددنا مكان الطياره، وبالفعل بيروحوا على الطياره بس مش بيلاقوا الكابتن. وساعتها بيعرفوا انه اتقبض عليه من رجاله اكساتون، وبالفعل هو ده اللي حصل يا زميل. وبيكون اكساتون عايز يعرف منه المكان اللي وقع فيه بالظبط، لان اكيد البوابه اللي نقلته هنا هتكون لسه موجوده، ومن خلال البوابه هيروحوا على عالم البشر وهيدمروه. ده انتوا عيسى الوزدان اطيب منكم يالا. المهم ان الواد بيخدعهم وبيكون هيهرب، لكن اكساتون بيقول له على فين يا حلو، الحلو بعد الكشر يالا. بيحضر في المكان الجيش الاسطوري وبينزلوا فيهم تخبيط. ليو بيروح للطيار وبيقول له ما تخافش انا ابن بلدك يا. كيفر بيقول له يلا تعالى معانا، وبالفعل بيمشوا من المكان. بيرجعوا المملكه الذهبيه، والطيار بيقول له ليو انت انسان زيي صح؟ فبيقول له اه صح، بس ما تسالنيش انا هنا بعمل ايه لانها قصه طويله. بيدخلوا جوه والحكيم اللي في المملكه بيقول لليو انا اخترعت البتاع ده عشان تحطه في السيور بتاعك، وبكده الخل اللي عندك هيتظبط والبوابات اللي اتفتحت بسبب السيور هتتقفل، وانت عمنا خد ده وحطه في الخوذه بتاعتك. ليو بيسيبهم وبيرجع على عالم البشر عشان يشوف العقرب فين ويرجعه تاني مكانه، وبيفضل ماشي تحت الارض والبت دي ماسكه في دراعه. وفجاه العقرب بيظهر، ليو بياخدها جري من المكان وبيخلي البت دي تستخبى، وهو بيبدا يتحول. بيدخل على العقرب وبيسويه على الجنبين، وبعدها بياخده وبيختفي. بيرجع تاني على عالم ايجيكسس وبيبص تحته بيلاقي الجيوش طاحنين في بعض. العركه بتبدا، ولكن جيش المملكه الذهبيه بيطحن ما بيعتق، وكله ضرب مفيش شتيمه. اكساتون بيظهر وكيفر بيقول له نصيحه مني استسلم يا اخويا. الطيار بيقول له هو ده اخوك؟ فبيقول له دي قصه طويله ابقى اشرحها لك بعدين. بيقول لهم جرى يا اولاد المتضايقه هو ما حدش فيكم بيحكي قصص قصيره ابدا. المهم ان العركه بتستمر والجيش الذهبي بيطحن ما بيحل. ليو بيرمي العقرب ده على جيش الاعداء وبيخليه يطيح فيهم. بيروح ياخد الكابتن وبيبعته على الطياره بتاعته. الطياره بتنطلق وبيكون وراها سفن الاعداء، ولكن ليو متصدي لاي حد وداخل بغباء. الطيار برضه بيكون واخدها تشحيط شمال في يمين بالطياره، واللي بيشوفه عطلان بيغيروا له الحجاره. هو ده الشغل يا اداره. بيخرج من عالم ايجيكسس، وبكده البوابه اللي دخل منها اتقفلت، وبالنسبه للحرب فهي كمان خلصت. وبعدها بيرجعوا المملكه الذهبيه، وليو بيقول لكيفر تفتكر الطيار ده هيفضح سرنا؟ بيقول له انت عبيط يالا ودي تفوتنا برضه، ما خدتش بالك من الجهاز اللي الحكيم بتاعنا اداهوله؟ اهو الجهاز ده هيمسح ذاكرته بمجرد وصوله للعالم بتاعكم. بيقول له يا ابن اللعيبه، وبالفعل يا زميلي ذاكره الطيار بتكون اتمسحت. اما ليو فبيرجع العالم بتاعه وبيلاقي البنات بتشجعه لانهم فاكرين العقرب خاف منه فهرب. ربنا يوعدنا بنص حظك يا عم. وبتبدا الحلقه 21 من المسلسل بلايو اللي بيكون قاعد في البيت، لكن بيجي له انذار من مملكه ايجيكسس. واول ما بيروح كيفر بيقول له في هرم اختفى من عندنا، الاهرامات اللي عندنا محطوط فيها اجهزه تمنعها من انها تتحرك من مكانها، وعشان تطير من مكانها لازم حد من المملكه هنا يكون معاه الرموز اللي تفك الاجهزه دي، وهو بنفسه اللي يطيرها. احنا بقى لازم نمسك الخاين ابن الجزمه اللي معانا ده. فبيقول له على العموم هندور في الموضوع لحد ما نمسكه. بيروح معاهم عند مكان الهرم اللي اختفى، وفجاه الهرم بينزل عليهم من فوق. ليو بيتحرك بسرعه وبيطير ناحيه الهرم هو واصحابه عشان يحاولوا يوقفوه. بيدخلوا مركز الهرم من جوه وبيلاقوا حد مبوظ الانظمه
بتاعته، ومش عاوزك يا زميلي تقول لي الهرم ما فيهوش انظمه طاقه والكلام ده كله. بص يا زميلي، الاهرامات اللي موجوده في مملكه ايجيكسس غير الاهرامات اللي في عالم البشر. على فكره انا كده بكلمك بلغه المسلسل، لان في الحقيقه الهري ده كله مش موجود اصلا. المهم انهم بيفضلوا يفكروا في حل يلحقوا بيه الهرم قبل ما يقعوا على الارض، بس مش بيلاقوا حل مناسب، فبيقرروا يفجروا الهرم. وبيكون مين اللي ورا اللي حصل؟ هو الكلب سوبك. وطبعا اكستون بيتعصب عليه لما بيعرف انه فشل في مهمته. المهم ان جيش المملكه الذهبيه ما بيلحقوش يفوقوا من الضربه الاولى، وبياخدوا كذا ضربه ثانيه، وده لان كل الرموز بتاعه الاهرامات اللي عندهم في حد لغاها. كل اعضاء المجلس بيتعصبوا من اللي بيحصل، وبيقولوا احنا لازم ننهي المهزله دي، وفي نفس الوقت نوصل للخاين اللي وسطينا. وكويس قوي ان محدش وصل لاوضه الكنز اللي في الهرم الذهبي. عم كحكح ده بيدخل عليهم وبيقول لهم الجهاز ده انا صنعته عشان يكشف لنا مين الخاين. كيفر بيقول له عاش عليه، وانت يا ليو روح مع عم كحكح ده يديك حاجه هتفيدك. وبالفعل ليو بيروح معاه، وفجاه السوار بينور. ليو بيبص فوقه وبيلاقي سوبك ورجالته نازلين عليه، وبكده هم اللي جابوا لنفسهم. عم كحكح طبعا ما بيعرفش يعمل اي حاجه معاهم، ولكن ليو انتوا عارفينه ما بيعتمدش اسامي. الواد ده بيقول لسوبك خلاص يا رئيس الرموز معانا، فبياخد رجالته وبيتحرك بسرعه. ليو بيخرج وراهم، وسوبك بيقول له انت اتاخرت يا معلم، خلاص انت مش هتلحق الهرم. وابن الجزمه بيشغل الهرم وبيخليه يطير. ليو بيكون مصدوم، ولكن بيكون عنده خطه يرجع بيها الهرم. بياخد كايا وبيطير وراهم، وبيقدروا انهم يدخلوا الهرم من جوه. بيبداوا يحاربوا في رجاله سوبك، واللي بيجي لهم على السكه بيقعدوه على الدكه. سوبك بيظهر وبيقول لهم لو حد اتحرك من مكانه هفجر الهرم. بيضطروا يستسلموا، وابن الهرمه بياخدهم وبيوديهم لاكستون. وطبعا اكستون بيكون فرحان جدا. ليو بيقول له ما تفتكرهاش خلص، لسه ما خلصتش يالا، بوعدك اننا هننتصر زي كل مره. فبيقول له سيبك من الحرق ده وتعالى اتفرج على اصحابك وهم بيموتوا. وبالفعل بيكون هيرمي اصحابه من فوق، ولكن كيفر بيحضر ازو بينزل فيهم مرجحه، وليو بيفك نفسه وبيروح يحرر صحابه. اما كيفر فبيدخل على اكستون وبيسيب رجالته على باقي الجنود. والامانه يا زميلي بيمرجحوهم وكمان بيمسكوهم العمود. السلام عليك يا مسعود. كيفر بيوقع اكستون على الارض وبيرفع سيفه عليه، فبيقول له مستني ايه؟ ما تضرب يا اخويا. كيفر مش بيرضى يضربه، وكالعاده بيصعب عليه، فبيقول له يلا غور هسيبك تمشي على رجليك المره دي. وفعلا اكستون بيتحرك، وسوبك ورجالته بيتحركوا معاه، ولكن عم كحكح بيكون بوظ السفينه اللي سوبك ركبها، وفجاه السفينه بتنفجر. انما الهرم فبيرجع مكانه، وكمان بيستعيدوا الرموز بتاعتهم اللي اتسرقت. الحكيم اللي في المملكه بيجي لهم وبيقول لكيفر بص على الفيديو ده، الجهاز بتاعي صور سوبك وهو بيعمل حاجه في الهرم، وكان في حد من رجالتنا بيساعده ولكن وشه مش باين. فبيقول له عم هيروح مننا فين؟ مسيرنا هنجيبه. ليه بيقول للحكيم ما تجيب الجهاز ده والنبي فخم. بياخد الجهاز وبيرجع البيت، لانه فاكر ان اخواته هم اللي بياخدوا الاكل بتاعه من الثلاجه، ولكن بيتفاجئ ان هو اللي بيعمل كده وهو نايم. انزل يا زميلي اكتب لي في الكومنتات مين عندكم بيعمل كده، اراهنكم ان كل الكومنتات هتبقى مسخره. بس قبل ما ننهي الحلقه يا زميلي لازم تعرف ان سوبك لسه عايش. وتاني يوم ليو بيروح مملكه ايجيكسس وبيقعد يلعب كره سله مع اصحابه، كلهم بيكونوا مبسوطين وبيلعبوا. وفجاه الجثه ده بيدخل عليهم. ليو بيقول له عددنا كافي ومش محتاجين لعيبه زياده يا فخم. بيقول له بس يا بابا، وانت يا كيفر خد الختم المكسور ده. والختم ده يا زميلي لما حد بيديه لحد بيكون عاوز يتخانق معاه يوم الحد. المهم انه بيقول له انا بتحداك في قتال، وطبعا لو خسرت هاخد مملكتك. الواد ده بيشيل القناع، وساعتها كله بينصدم لانه اساسا واحد من مملكه ايجيكسس. كلهم بيرجعوا المملكه، والواد اللي عاوز يتحدى كيفر بيقول لهم خلاص كيفر بقى ضعيف ومش عارف يحكم، وعشان كده انا اللي هحكم المملكه دي. وبعدين انا مش موافق على وجود الواد اللي اسمه ليو ده معانا، في حاجات كتير لازم تتغير. مستشاره المملكه بتقول لهم خلاص شايفين البتاعه دي، اللي هيوصل لها الاول يبقى كسب التحدي، يلا انطلقوا. وبالفعل الاثنين بينطلقوا، وليو بيقول له هوراس طب ايه مش هنروح وراهم؟ فبيقول له نروح ورا مين يابا؟ ده المطارده دي ممكن تستمر الاسابيع. ليو بيسيبهم وبيرجع العالم بتاعه يلعب مع اصحابه شويه، وبياخد منهم المنظار اللي كانوا بيلعبوا بيه، وبيروح على مملكه ايجيكسس. بيقعد يراقب الاجواء، وبيلاقي الواد ده وصل للريشه. مش دي ريشه برضه؟ ما علينا. المهم انه بيلاقي جنود اكستون هاجمين عليه وبيقدروا انهم يمسكوه. ليو بيرجع المملكه وبيحكي لاصحابه على كل حاجه، لكن البت دي ما بتصدقوش وبتفتكره بيخترع حجه عشان يوقف التحدي، وده لان كله واثق ان كيفر هيخسر، وهم فاكرينه عاوز يساعد كيفر. وساعتها ليو بيتعصب وبيقرر يروح ينقذ صاحبه بنفسه، لكن هوراس بيوقفه وبيقول له انا اسف يا صاحبي بس ما ينفعش تتدخل في اي حاجه طول ما التحدي لسه شغال. فبيقول له جبته لنفسك يا خال. بيبدا يتحول، وعشان ما يمدش ايده على حد من صحابه بيستعمل طاقه الطيران وبيطير بعيد. بيوصل المنطقه دي، ولكن بيلاقي الاله دي خارجه من تحت الارض. الواد ده بيهجم على ليو، ولكنه بيديله بالطول والعرض. كيفر بيوصل في المكان، وليو بيقول له الواد اللي كان بيتنافس معاك اتخطف. واوعى تسالني الواد اسمه ايه يا زميل، لان اسمه ده ما يليقش على فرعون، ده يليق على عيل فرفور. على العموم هو اسمه سيس. المهم ان ليو بيحكي لكيفر كل اللي حصل، فبيقول له طب يلا بينا يا اسطى نروح ننقذ صاحبنا وطز في التحدي. وبالفعل بيروحوا على المملكه المظلمه، بيسمعوا صوت بره، واول ما بيخرجوا بيلاقوا صاحبهم معمول عليه حفله. بيدخلوا جوه تاني وبيلاقوا اكستون معاه الريشه، ولكن مش قادر يقرب لها، وده لانها ما بتندمجش مع حد قلبه اسود. المهم انه بيخرج بره لشعبه وبيقول لهم قريب قوي عالم ايجيكسس كله هيبقى ملكي. بيخلي الواد ده يهجم على الفرعون الذهبي غلبان، ما يعرفش ان اصحابه بعد ربنا واقفين في ظهره وقفه حيتان. اما كيفر فبيفجر الخزانات دي وبيولع فيها، بيعمل انفجار كبير في المكان، ومن وسط الدخان بيظهر لهم الوحش يا جدعان. بيحرر صاحبه، وساعتها الهجوم عليهم بيشتغل، ولكن صح يابا احنا ما يفرقش معانا شغل الهبل. بينزلوا فيهم تخبيط، وللامانه بيحطوا على كل الهلافين، ودلوقتي بيكونوا محتاجين يرجعوا الريشه عشان يهربوا. كيفر بياخد الواد ده وبيخلع، وليو بيطير على اكستون وبيقول له هات الريشه يلا، وفعلا بياخدها وبيهرب من المكان. وبعدها بيرجعوا على المملكه الذهبيه، والبت دي بتقول لكيفر انت ازاي لقيت الريشه؟ فبيقول لها ما حدش فينا لقاها، واللي حصل ان الاخ ده اتخطف وكنا بنرجعه من مملكه اكستون. ليو بيحضر وبيقول للبت دي
انت اللي وافقتي على التحدي من البدايه، وانت برضك اللي ما صدقتنيش لما قلت لك ان صاحبنا اتخطف. صدقني بقيت اشك فيك انت. الواد ده بيقول لها وايه اللي خلاكي تخرجي الريشه في التحدي ده اساسا، وانت عارفه ان الريشه دي مهمه قد ايه في مملكتنا. وسبحان الله رجاله اكستون كانوا مستنيين صاحبنا وقبضوا عليه وخدوا منه الريشه. تفتكري دي صدفه؟ ليو بيقول لها للاسف انت اخترتي تنضم للفريق الغلط. فبتقول له انا مش في فريق حد، انا في فريق نفسي، والواد اللي اسمه كيفر ده لازم يموت عشان انا اللي احكم. بتهجم عليهم وبتحاول تهرب من المملكه، ولكن مش بالسرعه ده كفاءه. الملكه حتشبسوت بنفسها بتيجي توقفها، وربنا الفراعنه لو سمعوا الملخص ده لا يتفوا عليا، ده لو ما قدموش فيها بلاغ يعني وقفلوا لي القناه. المهم ان الاثنين دول بيتصالحوا وبيرجعوا كلهم يكملوا ماتش كره السله بس بطريقتهم الخاصه. وتاني يوم هوراس بياخد ليو عشان يدربوا على الطيران باحترافيه. كل حاجه بتكون ماشيه تمام لحد ما بيلاقوا النيزك دي نازله عليهم من فوق. بيحاولوا يلفتوا منها بقدر الامكان، ولكن الوضع بيكون صعب والاتنين بيتخبطوا. وبعد شويه ليو بيفوق وبيلاقي نفسه جوه المملكه الذهبيه، وهوراس متسطح جنبه هو التاني. هوراس بيفوق والاتنين بيحكوا اللي حصل معاهم. كيفر بيقول لهم انا بعت مجموعه من رجالتنا تشوف ايه النيزك اللي نزلت عليكم دي. الحكيم بيقول لهم النيزك دي مشحونه بطاقه غريبه. كيفر بيقول لهم يبقى لازم نتصرف بسرعه، بس ارجع انت على العالم بتاعك دلوقتي يا ليو لحد ما نشوف الامور هترسى على ايه. وصدقني انا بعمل كده عشان خايف عليه. وفعلا ليو بيرجع العالم بتاعه وهو بيكون في احتفال في المدرسه. البت دي بتروح تتكلم مع ليو وبتقول له انا عاوز ارقص معاك في الحفله. بتسيبه وبتمشي، وحبيبته بتجيله وبتقول له البت دي كانت بتكلمك في ايه. فبيقول لها لا ابدا، دي كانت عاوزاني اكلم لها الواد المدهول ده عشان يرقص معاها في الحفله. يا رب والنبي نص حظ الواد ده. المهم ان بعد شويه ليو بيروح على مملكه ايجيكسس وبيلاقيهم بيجمعوا الاحجار بتاعه النازل، وفي نفس الوقت اكستون بيكون عاوز رجالته يجمعوا له الاحجار دي. اما في الصحراء فبيظهر الحجر الاحمر ده. رجاله اكستون كمان بيوصلوا وبيقولوا لهم سلموا لنا الحجر. وساعتها ليو بيتعصب وبيبدا يتحول يا جدعان، محدش قال لكم تنكشوه، ده حبيب الدندو. الواد ده بيساهم وبيروح ياخد الحجر وبيطلع يجري على المراكب دي. صحابه كمان بيحصلوه وبيقدروا انهم يهربوا من المكان. الرجاله بتروح تحكي لكيفر اللي حصل، وفي الوقت ده الحكيم بيجي لهم وبيقول لهم انا لقيت حجرين مميزين من ضمن الاحجار اللي لقيناهم، واحد فيهم حلو والتاني وحش. الحجر الحلو هو الازرق والوحش هو الاحمر لان طاقته شيطانيه. كيفر بيقول له طب تعالى معايا نشوف الموضوع ده. رمسيس بيقول لي ليو مالك يا اسطى في ايه؟ فبيقول له في مصيبه دلوقتي، في بنتين عاوزين يرقصوا معايا في الحفله، انا مش عارف اعمل ايه. بيقول له يا عم انا هساعدك ما تقلقش. انما اكستون فبيطلع الحجر الشرير ده، هو بيكون مبسوط بالطاقه بتاعته، بيحط الحجر في صدره، وساعتها الواد بيكون شيطان بمعنى الكلمه. اسكارا بتقول له قوه الحجر ده انت ممكن ما تقدرش تسيطر عليها. فبيقول لها مالكيش دعوه انت يا بنت، انا خلاص هحكم مملكه ايجيكسس بالكامل. بيروح على المملكه الذهبيه وبدون مقدمات بيدخل داخله غبيه. كاي بتدق الطبول وبتبدا تتحول عشان تقف قصاده. بتنصدم اول ما بتشوف شكله وهو بيهجم عليها. باقي الجنود بتخرج عليه ولكنه بحركه منه بيطيرهم قدامه. كيفر ورجالته بيشوفوا اللي بيحصل فبيبداوا يتحولوا وبيروحوا على هناك. هوراس بيوقع اكستون بعيد وكلهم بيقفوا قصاده، بس الواد بيكون داخل عليهم بغاشم، وفجاه بيتعب وبيحس ان صدره بيتحرق. رجالته بتحضر في المكان وسكارا بتقول له احنا لازم نشيل الحجر ده من صدرك. واحد من رجالته بيروح يشيل الحجر ولكنه بينطره بعيد. كيفر بيقول لرجالته احنا لازم نحمي شعبنا، بس برضك مش هنفرط في ابن الجزمه ده مهما كان هو اخويا يا جدعان. بيروح لاكستون وبيقول له اسمع مني يا اخويا، وقف اللي انت بتعمله ده، انت كده بتضر نفسك وبتضرنا. فبيقول له طب ارجع يا عمنا. باقي الرجاله بتدخل عليه ولكنه مش شايف حد حواليه، اللي بيقرب منه بيرقصه باليه وعلى وضعك اسمك ايه. اهو ده بقى اللي بنقول عليه المطرشم وبجلابيه اللي ما بيشوفش. بس بما انه داخل تلطيش في كله، فجنود المملكه المظلمه وجنود المملكه الذهبيه بيقرروا يتحدوا لحد ما يخلصوا المعركه دي. بيحصروه من كل مكان ولكن الواد بيكون فنان. ليو بيطير على فوق وفجاه بينزل عليه وبيستخدم قوته عشان يثبته في مكانه. كيفر بيستغل الفرصه وبيروح ياخد الحجر من صدره، بيرمي ليو وليو بيرميه في الهواء وبيفجره. اسكارا بتقول لكيفر خلاص التحالف بتاعنا انتهى ورجعنا اعداء تاني. اكستون بيسيبهم وبيمشي وبيكون في قمه الغضب. اما ليو فبيبص لرمسيس وبيقول له يا معلم نسيت وعدك ليا. فبيقول له لا يا عم يلا انا جاي معاك. ليو بياخده وبيلبسه اللبس ده، ورمسيس بيقول له احنا ما اتفقناش على الاهانه يا اسطى. فبيقول له يا عم هو انا ملبسك بدله رقص، نحن في حفله تنكريه يابا، يلا البت اللي هترقص معاها هناك اهي. رمسيس بيكون متوتر ولكن بيروح يرقص معاها، وليو الجو بيفضله فبيروح هو التاني يرقص مع حبيبته. الواد ده بيتضايق منه وبيقرر يكعبله ولكن حظه بيجيبه مع رمسيس. رمسيس بيتزحلق وبيتخبط فيه، والواد هو اللي بيتعمل مسخره الحفله. البت دي كمان بتكون هتقع ولكن رمسيس بيمسكها، وساعتها حبيبه ليو بتشوفه والليله بتبوظ. قال لك نصيبك هيسيبك. وتاني يوم بنشوف اكستون في المكان ده وانه بيجيب له صولجات وبيقول له انا سرقته من عالم البشر. فبيقول له ما هي كل اثارنا موجوده في عالم البشر اصلا، بس كويس ان احنا لقينا الصولجان ده لانه قوي جدا. وفي نفس الوقت بنشوف السياح بيتفرجوا على اثار بلدنا، واخينا ده بيسيبهم عشان يعمل فيهم مقلب على انه موميا يعني وكده. لكن في نفس اللحظه دي اكستون بيبدا يستخدم قوه الصولجان وشكلها كده هتبقى غم الغم، واللي هو بيعمله بيوصل لعالم البشر. اخينا ده بيفتكر ان هو اللي خوف الناس، بس بيتفاجئ ان كل الموميا اللي في المكان صحي. مش بقول لكم هتبقى غم الغم. المهم ان ليو بيكون خارج من المدرسه، بس المديره بتقول له تعالى لي على المكتب
زباله، وفعلا بيروح لها وهي بتفضل تهزقه لان درجاته وحشه جدا. وفي الوقت ده السيوار بتاعه بينور لان في خطر حواليه. الواد بيستغرب وفجاه المديره بتخرج عليه السلاح ده وبتهاجمه بيه. ليه بقى يا زميلي؟ لان ده هو الشيطان النوبي. وبعد شويه ليو بيفوق وبيلاقي اصحابه حواليه ومش بيكون عارف هو مين ولا مين اللي حواليه دول، بيكون خلاص فقد الذاكره. صحابه بيخرجوا من الاوضه وهو بيبص على السيوار اللي في ايده ومش بيكون عارف هو ايه ده. بيحاول يخلعه وساعتها السيوار بينقله لعالم ايجيكسس. الواد مش بيكون فاهم هو فين وفجاه بيلاقي جنود اكستون داخلين عليه. الواد بيترعب اكتر ما هو مرعوب وبياخدها جري في المكان. وفجاه بيتحول وهو بيجري بيمسك السيوار وساعتها بيطلع منه طاقه بتشوط اللي قدامه. الجنود بتيجي عليه تاني ولكن قبل ما تمسكه هوراس بيحضر وبينقذه. ليه بيقول له انت مين يا ابن الكلب؟ نزلنا يالا. هوراس مش بيكون فاهم حاجه فعشان كده بياخده للحكيم اللي في المملكه. الحكيم بيعرف اللي حصل له وكيفر بيقول له احنا لازم نتصرف ونرجع له ذاكرته. وفي نفس الوقت ده بيكون اكستون مستمر في خطته. ما تفرحش ان الاسد غايب يا عمته. انما الحكيم فبيلبس له الجهاز ده وبيقول له الجهاز ده هيرجع لك ذكرياتك لانها ما تشيلش من دماغك تماما. هي موجوده بس في مكان في دماغك وانت مش قادر توصل لها. وبالفعل ليو بيشوف كل ذكرياته بس لحد الان لسه ما رجعش لطبيعته بالكامل. وفجاه بيسمعوا انذار وساعتها ليو بيبدا يتحرك عشان يهاجم اكستون. الحرب بره بتبدا وجيش المملكه الذهبيه بيطحن ما بيعتق. ليو بيقول لهم انا جيت يا رجاله. مش بيقدر يتحكم في السيوار واكستون بيقول له مش معقول انت المفروض تكون ناسي كل حاجه. فبيقول له لا ما انا افتكرت كام حاجه خفيف انا الفرعون الاخير. اكستون بيستخدم الصولجان عشان يخلي الفراعنه تهجم على ليو بس كيفر بيجي يلحقه وبيدخلوا المملكه وبيبداوا يخططوا ازاي يهزموا اكستون. بيجمعوا خطه وبيتحركوا على المكان اللي اكستون فيه وبدون مقدمات ليو بيهجم على اكستون وبيوقعوا على الارض. صحابه كمان بيهجموا على رجاله اكستون والمعركه بتشتد ما بينهم. انما ليو فيا عيني بيتفرم. بيحاول يفتكر هو مين وبالفعل بيعملها ابن المعلمين. بياخدوه بيروح على المكان ده وبعدها بيوقعوا في المايه وبيقدر ياخد منه الصولجان. بيسيبه وبيختفي من المكان والوحش ده بيستلم اكستون. انما ليو فبيرجع ارض ايجيكسس وكل الفراعنه بتركع له لان معاه الصولجان. بيقول لهم يلا ارجعوا على التوابيت بتاعتكم وبيروح يدمر البوابه اللي خرجوا منها وكمان بيكسر الصولجان. انما اكستون فما تقلقش يعني يا زميلي بيرجع مملكته بس بعد ما بيتبهدل على الاخر. وليو كمان بيرجع على المدرسه وامه بتيجي تشوفه لان المدرسين كلموها بس هو بيعرفهم انه دلوقتي بقى تمام وبيخلص الموضوع على كده. وتاني يوم رجاله اكستون بيكون شغالين فحر في المكان ده وبيستخرجوا ماده من تحت الارض ولكن فجاه التنانين دي بتخرج عليهم بتبدا تهاجمهم ولكن كل واحد في الجنود بياخد كبسوله من اللي اتحط فيها الماده وبيهرب. وبالنسبه لليو فبيكون سهران مع اصحابه في بيته وناويين يتفرجوا على فيلم رعب بس بيتفاجئ بحبيبته كمان جايه تتفرج معاهم. ولكن في الوقت ده السيوار بينور. اما انت سيوار ابن جزمه صحيح. ليو بيقول لهم طب انا هخرج اجيب ايس كريم واجي. بيروح على المملكه الذهبيه وبدون سابق انذار بيلاقي الدنيا والعه ورجاله اكستون هاجمين عليهم بماده اللهب اللي سرقوها من التنانين. الدنيا بتكون خربانه يا زميل وعشان كده ليو بيبدا يتحول. بيدخل عليهم بطوله والامانه بيثبت مفعوله. هو واصحابه بيعملوا معاهم الصح والغلط وفجاه السفينه دي بتدخل عليهم. اكستون بيخرج منها وبيقول لكيفر استعد يا اخويا لان نهايتك قربت وفي خلال لحظات مملكتك هتتدمر بس انا ممكن اديك فرصه تفكر في استسلامك وانك تسلمني المملكه واما انت وشعبك هتموتوا. بيسيبهم وبيمشي وكيفر بيجمع كل اعضاء المجلس وطبعا كلهم بيكونوا رافضين الاستسلام. الحكيم بيجي لهم وبيقول لهم انا حللت النار الخضراء اللي مع اكستون ودي بيطلق عليها اسم الشعله الابديه لانها ممكن تفضل شغاله طول العمر وما تطفيش. ليو بيقول لهم طب بقول لكم ايه احنا لازم ندمر المصدر اللي اكستون بيجيب منه الشعله دي. كيفر بيقول لهم ليو معاه حق. ليو بيقول له بس معلش يا كفايه هرجع البيت واجي لك على طول. وفعلا بيرجع البيت وبيلاقي في ضيوف جديده شرفت فبيقول ما هو يوم اسود انا عارف. السيوار بينور تاني فبيقول لهم طب انا شويه وجاي يا شباب. وفي الوقت ده بيكون جنود اكستون مكهربين التنانين وبياخدوا الكميه اللي هم عاوزينها من الشعله الابديه. كيفر ورجالته بيحضروا في المكان وبيكونوا مراقبين كل حاجه. رمسيس بيتنكر وبيروح يقف مع الاعداء وفجاه بيحدف عليهم الانبوبه دي بيفجر الشعالين. اهو جالكم اللي هيلبسكم شخاليل. بصوت واحد كلهم بيقولوا قوه ايجيكسس. بيبداوا الهجوم واللي بيقع تحت ايديهم بينام مش بيقوم. بيروحوا يدمروا الجهاز بتاعهم وكيفر بيقول لهم عاش عليكم يا شباب وبالنسبه لي فانا هخلي شويه من جنودنا يحرسوا المكان هنا. وفجاه الواد ده بيخرج سهم وبيحدفوا على الماده اللي جمعوها وبيفجرها. هوراس الوحيد اللي بيتصاب ومش بيقدر انه يطفي النار اللي مسكت فيه ولكن التنانين بتوصل وبيسحبوا النار من عليه وده كشكر لكيفر ورجالته على مساعدتهم ليهم. وساعتها كل رجاله اكستون بيهربوا من المكان وبيروحوا يهاجموا المملكه الذهبيه. الهجوم يا زميلي بيكون غشيم وعلى ما اظن محدش هيسد في المعركه دي غير التنانين. وبالفعل هو ده اللي ليو بيفكر فيه. بيتكلم مع التنانين عشان يجوا ينقذوا مملكته لكن كلهم بيضربوه محدش فيهم بيسمعوه فعشان كده بياخد التنين الام غصب عنها وبيروح على مملكته. وفي السكه التنينه بترضى عنه وبتروح برضاها. كل التنانين بيحصلوها وبيدخلوا داخله مش عاديه بيسحبوا كل النيران اللي في المملكه وبينهوا المعركه. اما اكستون فبيكون مستني خبر ان رجالته دكت المملكه الذهبيه ولكن بيسمع صوتهم جايين بيجروا من التنانين. ادي اخره اللي يلعب مع الجيش الذهبي يا اسماعيل. بيدمروا كل مخزون النيران اللي عنده وليو بيقول ما تفكرش تلعب معانا تاني يالا لان مهما تشب ومهما تنط هنفضل برضه عليك بنحط. وبعدها بيرجع لبيته وبيكون جايب شويه اكل للشباب وبيقعدوا يتفرجوا على فيلم الرعب سوا. صحيح يا زميلي بمناسبه فيلم الرعب في فيلم دمار شامل هينزل على القناه الثالثه قريب باذن الله فلكل عشاق الرعب احب اقول لكم خليكم مستعدين. نكمل بقى اسماعيل.
وتاني يوم وبدون مقدمات كده الرياح والعواصف بتهب على المملكه الذهبيه، بتبدا تتفتح بوابات تحت الارض وبيطلع منها تماثيل الحجاره دي، فبتخرج لهم وبتقول لهم لو مش جايين في خير يبقى مش مرحب بيكم هنا، نصيحه مني امشوا على رجليكم، ما ترد عليا يالا انا بكلمك. فبيديها واحده البت ما بتلحقش تشوف جايه لها منين اصلا، انما ليو فبيكون داخل بطوله كره سله وحتى اهله بيكونوا جايين يشجعوه، ومش هننسى طبعا الحته اللي في الشمال يعني في القلب يا زميلي. بس في الوقت ده السوار بينور، ليو بيقول لهم هروح الحمام واجي، وبيسيبهم وبيروح على المملكه الذهبيه. بيقول لكيفر يا عمنا انت بتستدعيني في اوقات غريبه، وبعدين انا اول مره جاي هنا بالشكل ابن الجزمه ده. لا حكيم بيقول له عين راع فيها حاجه مش تمام، عشان كده انت هتحس انها مش مظبوطه معاه، ده غير اللي بيحصل في مملكتنا، ده غير برضه كسوف الشمس، الحكايه دي احنا اتنبأنا بيها من زمان، والمفروض ان في اليوم ده راع يصحى. بيقول له يا جدع ابوك هيرجع المملكه تاني يا كيفر؟ بيقول له اه تعالى معايا بقى عشان هوريك حاجه. بيروح يوري له حارس راع، اقصد حراس راع، واللي بيكونوا دبابات يا زميل. كيفر بيقول ليه مقبره راع موجوده في حته هنا في الصحراء، عشان كده الجنود دول محوطين المملكه كلها. وفي نفس اللحظه دي اكستون بيعرف اللي بيحصل ومش بيكون عاوز ابوه يفوق ابدا، لانه لو فاق هينهيه، عشان كده بيقول لرجالته جمعوا كل جيوشنا ويلا بينا. وبالفعل هو ده اللي بيحصل اخينا، بتقوم حرب دمار والكل مشغل ضرب النار. اكس بيجي لكيفر وبيقول له جيش اكستون محوط الهرم الذهبي. كيفر بيفهم خطه اكستون فبيقول له ليه والله استعد. بيقول له استنى يا كيفر انا ممكن الاقي مقبره ابوك من خلال عين راع، معلش اديني فلوسي وانا هدور عليه. فبيقول له خلصانه يا وحش وكاي هتروح معاه، بس لو حصل لي حاجه عاوزك تفتكر انك اخر الفراعنه وتاخد مكاني، واوعى تسمح لاكستون ورجالته انهم ينتصروا. انما الحرب فبتكون لسه شغاله يا زميل، بس على مين؟ دول جيش المملكه الذهبيه شويه هتشين. اكستون بيحضر وساعتها العركه بتقوم بزياده، اهو كده الشغل يحلى يا ساده. انما ليو فبيروح مع كايا وبيمشوا في النفق ده، وساعتها حجر رع بينور، وليو وكايا بيمشوا ورا الاشاره اللي طالعه منه، وبيكونوا عارفين ان الاشاره دي هتوصلهم لقبر الفرعون الكبير، ولكن المخاطر بتحاوطهم من كل مكان يا زميل. وساعتها العركه بتبدا تحت الهرم، اهي دي جزات اللي يمشي في البلد دي محترم، بيلاقي كله داخل بيلطش فيه، ولكن كل ده ما بيهتش الاثنين. بيكملوا طريقهم وبيلاقوا جنود اكستون في المكان، ليو بيسيب كايا عليهم وبينزل هو في الفتحه دي. اما بره يا عيني على بره الدنيا بتكون خربانه بامانه، اما جوه فليو بينزل الميه دي وفي تمساحين بينزلوا وراه، بيبداوا يهاجموه تحت الميه، ولكن هي واحده من مدفعه بيشيعهم، الاثنين بيفوقوا تاني وبرضه بيروحوا وراه، فبيشغل عليهم الاعصار وبياخدهم فمين في الغساله. بيطلع فوق وبيلاقي قبر رع قدامه، وفجاه التمساح ده بيخرج عليه ولكنه بيقدر يحبسه جوه السوار. بيروح على قبر رع وبيحط فيه العين، وساعتها الفرعون بيبدا يخرج من قبره. هو كان مايل شويه ولا ايه؟ المهم انه بيقول لليو ما دام معاك العين دي يبقى انت اخر الفراعنه، انت صحيح عيل صغير بس باين عليك شجاع، امال فين ابن كيفر؟ فبيقول له بيحارب ابنك اكستون. بيقول له هما الاثنين دول لسه بيتخانقوا، وفعلا يا زميلي الاثنين بيكونوا خاربينها بره، والامانه اللي بيقدر على اخو ربنا بيعينه، كله بيكون نازل تخبيط في كله لحد ما بيحضر الوحش الكبير المعلم راع. مش عارف ليه حاسس اني بتكلم على جزار مش فرعون. المهم انه بيقول لهم سكوت يا شويه حشرات. اكستون بيهمبك معاه فبيقول له عيب عليك ده انا بابا ياض، بياخد منه كل قوته وبيقول له انت عار علينا يا كلب، هسيبك عايش ولكن لو فكرت تعمل مشاكل صدقني هتتاكل، يلا غور بعيد يا. فبيقول له حاضر يا بابا وبياخد جيشه وبيمشي. وبعدها الملك بيروح يقعد على عرشه وبيقول ليه بجد انت فخر لينا، خد بقى الحجر ده ولكن اعمل حسابك ما فيهوش طاقه لاني استخدمت كل الطاقه اللي فيه عشان اقدر اصحى من تاني. بيقول له طب انا كده هرجع على العالم بتاعي ازاي؟ بيقول له ما تقلقش انا هفتح لك بوابه ترجعك على بيتك، بس مش هتقدر ترجع على هنا تاني. ليو بيزعل لكن راع بيقول له مش عاوزك تزعل يالا، انا هرجع للحجر الطاقه بتاعته ومرحب بيك في اي وقت هنا. ليو بيحط الحجر في السوار وبيكون رسمي فرعون، والنبي زغروطه في الكومنتات يا بنات، وانت يا زميلي سقفه في الكومنتات لهذا المشهد العظيم. الملكه هتشبسوت بتقول له اطلب بقى اي حاجه واحنا هننفذها لك. بيقول لها انا سبت اصحابي في الملعب عشان اجي لكم هنا، لو ينفع بس ترجعوا الزمن خمسه كده عشان نلحق الماتش. راع بيقول له وهو كذلك يا عمنا. ليو بيودع كل اصحابه وبالفعل بيروح على الماتش في نفس الثانيه اللي سابوا فيها، بيرمي الساعه القايه وبيدخل يخربها في ارض الملعب. هتقول لي لحظه واحده يا حمو، طب والتمساح يا ابني اللي هو حبسه في السوار راح فين؟ انا ما كنتش عايز اقول لكم يا جدعان بس انتوا اللي طلبتوا، التمساح اهو ما راحش في مكان بعيد يعني، هو بس خربها على الاخر. وهنا بينتهي المسلسل. اتمنى يا زميلي تكون استمتعت معايا، وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكايه، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو ينزل هنا. وعارف والله ان كلكم بتطلبوا باور رينجرز داينو فيوري، بس انا مش عاوز افتح في كذا مسلسل مع بعض، فعشان كده باذن الله اخلص الجزء الاول من ميجا فورس على طول وهنزل لكم داينو فيوري. والى اللقاء مع كل جديد، سلام.